بسم الله. المفروض ان احنا النهارده هنتكلم عن تيك توك، واللي معرفش تيك توك هو ديجيتال تايم مانجمنت تول. الفيديو ممكن يكون طويل شويه، وهحاول ان انا اركز في الديتيلز اللي مفيده واللي انت مش هتجيبها بيولوجيك، او ان انت مش هتجيبها لوحدك بالتفكير المنطقي. يعني محتاج ان انت تكون بتستخدم التطبيق بقالك فتره ونوعا ما اكتسبت خبره فيه، فهحاول انقل لك خبره السنه ونص او السنتين اللي استخدمت فيهم التطبيق، بحيث ان انت تخش فيه جاهز ان انت تطلع منه بايه، باكثر استفاده. طيب، كبداية كده حابب ان انا يعني لو حابب تحمل التطبيق، طبعا هتلاقي على كل البلاتفورم، هتلاقي عندك على اندرويد، اي او اس، ويندوز، ماك، لينكس حتى، وفي كمان الويب اب. يعني لو انت مثلا عندك كروم بوك، او حابب تستخدم التطبيق من غير ما تحمله لسبب ما، فممكن تستخدم الويب اب. بس يفضل ان انت تحمله، لان هو بيكون اسرع واسلس، وفي نفس الوقت بيكون الداتا بتاعتك عندك لوكالي اوفلاين، تقدر تشتغل عليها مش غير ما يكون في نت. طيب، هتحمل الملف اكس اي مثلا في حالة ويندوز، تعمل له سيت اب زي اي ابلكيشن، ويعني مش محتاج شرح في الترابل شوتنج بتاعها، وهتعمل الاكونت بتاعك. لما هتعمل اكونت المفروض هتلاقي ان كل الحاجات دي مش موجودة تقريبا، طبعا ما عدا السمارت ليست، هنتكلم بعدين يعني ايه سمارت ليست. بس يعني بشكل عام هتلاقي الاكونت بتاعك فاضي، لان هو كاستمايزابل، ودي يمكن ميزة في تيك تيك، ان انت بتحط السيستم بتاعك حسب زي ما انت عايز يعني. طيب، هنمشي الشرح بتاعنا على كذا مرحلة. تمام، كنت واخد منهم كوبي، وهم هنتكلم عن اليو اي، يعني اليوزر انترفيس والترمينولوجي بتاع السيستم، التاسك هيراركي، التسلسل الهرمي بتاع التاسكات في تيك تيك ماشي ازاي، وهتفرق جدا معاك في فهم البرنامج. هنتكلم عن التاسك رايتنج تول، وازاي ان انت تماكسمايز الاستفادة منها. هنتكلم عن الكالندر، وهنتكلم عن شوية اعدادات انا شايف ان هي مفيدة وكويس انك تكون عارف عنها، يعني ما بتكونش شغالة باي ديفولت او حاجات محتاج تقفلها. وفي النهاية هنختم بإن إحنا نتكلم عن يوسج كيس، أو إزاي أنا بستخدم التطبيق في يومي عشان أستفيد منه أقصى استفادة، وأساعد إن أنا أزود البرودكتيفيتي بتاعتي، وشوية تريكس في استخدام التطبيق. طيب، تعال نبدأ أول واحدة، وهو اليو أي. بكل بساطة عندك تيك تيك عبارة عن 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو التابس بتاع الفيتشرز، هتلاقي عندك التاسك، الكالندر، البرومودورو أو الفوكس. بعد كده عندك السيرش، في 2 تانيين وهم ثانية أوريهم لك. في 2 تانيين وهما الهابت تراكر والكاونت داون. انا بستخدمش الهابت تراكر صراحة، وشايف ان هو اوفر ريتد شوية، ونوعا ما مش بميل ان انا استخدمه. فلو انت حابب تستخدمه هو بسيط، يعني بتضيف هابت، وكل ما بتعمل الهابت دي يوميا بتعمل عليها تشيك. يعني مفهوش افكار كتير يعني. الايزنهاور ماتريكس هي كل بساطة ان هو بيجمع لك التاسكات بتاعتك في شكل الايزنهاور ماتريكس. تقدر يعني الاربع مربعات لو انت عارفها، بيبقى عندك الاربع مربعات مقسومين باتنين اكسس وزي كده. الكاونت داون انت بتحط تواريخ معينة انت شايف ان هي مهمة بالنسبة لك، مناسبات، ايفنتات، اعياد ميلاد، وهو بقى بيقول لك مثلا فاضل كام يوم على الحاجة دي. في حالتي أنا حاطط بس أعياد ميلاد الأسرة بتاعتي، فنوعا ما برضو البرايفسي، فمش هنقدر نتكلم عنها كتير. بس هي بسيطة، انت بتضيف بس التاريخ وهو بيبدأ يفكرك قبل ويعدل لك الأيام يعني. ده بالنسبة للجزء بتاع الفيتشرز أو أول جزء. الجزء التاني وهو الليست. والليست عندك نوعين، في النوع اللي هو السمارت ليست، ودي بتكون بري ديفايند، او ان الديفلوبر وهو بيعمل الابلكيشن بيبقى عاملها. السمارت ليست دي في منها كذا نوع، تعال نتكلم عنهم بشكل مختصر نوعا ما. السمارت ليست اول حاجه عندك اول، دي بتظهر لك كل التاسكات اللي عندك باختلاف اماكنها، باختلاف التقسيمات، بيتجاهل كل حاجه وبيجمعهم لك في حته واحده. انا مش بستخدمهاش، انا شايف ان مفيش منها فايده معينه. انا بقسم تاسكاتي ومرتبها لسبب معين، وهو ان انا مش عايزهم كلهم في مكان واحد. توداي دي انا شايف ان هي مفيده، لان مثلا في استخدامي اليومي هنتكلم اكتر عنها. بتظهر لك ايه اللي عندك النهارده في تاسكات هذا اليوم، بما يشمل الحاجات اللي كانت عندك وانت اتأخرت فيها. وزي ما انت شايف انا المفروض كنت اصور فيديو ده يوم 20، ونوعا ما اتأخرت شوية في التصوير. تومورو انا شايف ان هي ملهاش لازمة قوي، لان عندك نيكست 7 دايز بتعوض عنها، وفي فيها ميزة كمان. يعني مثلا نيكست 7 دايز زي ما من اسمها، هي بتعرض لك ال7 ايام اللي جايين، فهي بتعرض اليوم وبكره وحتى بقيه الاسبوع، فيبقى عندك اوفر فيو اوسع لايه اللي عندك في اسبوعك، وتقدر نوعا ما تتنقل ما بينهم بسهوله. فاصبح ان انت مثلا لو انا مثلا شايف ان اليوم ده تقيل لسبب ما، فاقوم ناقل التاسك ده احطه هنا، حابب ارجع. فهي دراج اند دروب، الموضوع ما فيهوش اي صعوبه يعني، مش محتاج ان انت تلخبط نفسك.
وبسهل ان انت تشوف ايه الحاجات اللي عندك على مدار الاسبوع وتخطط لها بسهوله نوعا ما. assign to me دي انا شايف ان الخيار الامثل ليها show if not empty. because يعني السبب بتاع كده ان دي بتظهر الحاجات اللي حد تاني باعتها لك في حالة ان انت مثلا عندك ليست مشتركة ما بينك وما بين يوزر تاني. يعني انت مش يوزر تاني للبرنامج، المستخدم اخر عندكم ليست او قائمة من اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي، مشتركة ما بينكم، انتوا الاتنين شغالين فيها، ليكم اكسس عليها. فهو ممكن يحط تاسكات ويقول التاسك ده اسامة اللي هيعمله مثلا. فيبدأ ان انت في حالة ان انت لو اتحط لك تاسكات هتظهر. يعني مثلا تعالى نعمل زيرو شو، هتلاقيها ظهرت هنا. فهي ما فيهاش حاجة دلوقتي. فهي لو حد حط لي تاسكات في شيرد ليست المفروض تظهر هنا، تمام. طب لو انا عملت لها هايد مش هتظهر خالص. فانا شايف ان ده الامثل، ان هي في حالة ان انا لو استخدمتها، لان انا حاليا ما عنديش اي شيرد ليست مع اي حد، بس لو فرض انا شغال مع تيم وعملنا شيرد ليست للبروجكت بتاعنا، او مثلا انت واسرتك، مثلا انت وزوجتك، هي تساعدك ان هي تحط لك تاسكات مثلا، او تقسموا تاسكات البيت من خلال الشيرد ليست دي، فتظهر لك الحاجات لو في حاجه عندك. ما دون ذلك ملهاش لازمه. الانبوكس ودي يعني جيم تشينجر، او يعني زي ما بنقول كده راس حربة في التيم بتاعنا. مهمة وان انت تستخدمها وتتعلم ازاي تستخدمها اكتر، نتكلم عنها في الكيس سيناريو. بس باختصار الانبوكس هو مكان انت بتفضي فيه دماغك. يعني اعتبره صندوق انت بتحط فيه التاسك من غير ما ترتبه ولا ما تعمل فيه اي حاجة، وتحطه هنا وتيجي بعدين ترجع له، تبص عليه بصة كده وتقفله، تمام. اعتبرها المكان اللي بتفرغ فيه دماغك قبل ما تبدأ مرحلة الايه الاورجنايزنج. عندك السمري دي انا شايف ان هي بصراحه لذيذه، بس انا بستخدمهاش كتير لان انا نوعا ما مش بحتاجها قوي. بس تعال نبص عليها بصه من باب الايه، المام بالشيء. طيب، في سمري انت بتبقى نوعا ما بتعمل انت سمارت ليست زياده عن الديفلوبر عاملها، بحيث ان هو مثلا في الحاله دي بيقول لك ان انت في this month، ان في هذا الشهر، فكل الليستات بتاعتي ايا كان التاج، ايا كانت الستيت بتاعتها سواء كومبليتد او نون او مش كومبليتد، يظهرهم لي. فهو مثلا يقول لك هنا ان انت السمري او الملخص بتاع شهر يناير من 1 يناير لحد 31، معناه ان 31 لسه ما جاش، فهو بيظهر حتى في المستقبل. المهم، يظهر لك الحاجات من 1 ل 31 سواء كومبليتد او نوت كومبليتد. فانا على مدار هذا الشهر كل التاسكات الكومبليتد بالنسبه لي ايه، هي دي، وعملتها امتى، تمام، بالتواريخ بتاعتها. وان كومبليتد الحاجات اللي عندي وانا ما عملتهاش. فنوعا ما بيبقى عندي صوره عامه عن الشهر بتاعي. بس صراحه انا شايف ان هي نوعا ما مش مفيده قوي، غير في حاله انت يكون عندك مثلا عامل تكتيك مخصوص عشان تتراك الشغل بتاعك، فحابب مثلا تبعت ريبورت بيه او كده، فبتبقى حلوه في حته انت تعمل كوبي ليها او تلعب في السمري يعني وتبعته. ما دون ذلك صراحه شايف ان هي مالهاش لازمه بالنسبه لي يعني. التاجز من اسمها هي تاج، انت بتكتب مثلا التاسك، وهنتكلم عنها اكتر عنها واحنا بنتكلم عن الرايتنج تول، وتحط للتاسك تاج. طبعا التاجز دي في الطبيعي بتبقى مش موجوده، انت اللي بتعمل التاجز حسب اللي انت شايف ان هو مناسب لحياتك. انا بالنسبه لي عامل التاجز بحيث ان هي تفرق نوع التاسك بتاعي، هل هو ميتنج، هل هو حاجه ليها بدراسه، هل هو ليه علاقه بالميديا يوتيوب وهكذا يعني، هل هو ايفنت، هل هو تاسك، طب هل هو نوت، مش اكتر. فانا شايف انها خفيها، لان التاج بالنسبه لي كل استخدامها بيبقى ان زي مثلا زي ما انت شايف توداي، ان هي بس بتبقى ظاهره، انا خلاص عرفت التاج بتاع الحاجه دي ايه. او مثلا في حاله الفلترز، وبرضه هنيجي للفلترز دلوقتي. طيب ايه هي الفلترز؟ الفلترز هي، تعالى نعمل لها شو. طيب فلترز دي ميزه بريميوم، يعني لو انت عندك اكونت مش بريميوم مش هتقدر تستخدمها، تمام. بس تعال ناخد عنها فكره، بحيث ان لو انت عجبتك تقدر وحبيت تشتري البرنامج، اهلا وسهلا. طيب انت بتحط اسم الفلتر، تعال نسميه مثلا فلتر 1، تمام. بس خليها قاعدة عندك ان انت دايما لما تحط اسم الحاجة على تيك سواء تاسك سواء فلتر سواء كاتيجوري او تاج او ليست، خلي الاسم ده منطقي وبيصف الشيء. زي ما مثلا عندك توداي هي بتصف الوظيفة بتاعتها، اكاديميكس بتوصف الوظيفة بتاعتها، فخلي دايما التاج او الحاجة انت بتكتبها مش عشوائية، بحيث ان انت يبقى سهل عليك تفهمها حتى لو نسيت او لو حبيت ترجع لها بعدين، ما يبقاش الموضوع اوفر ليك، خصوصا لما التاسكات تزيد. طيب ده اسم الفلتر وما فيهوش اي حاجه، وممكن تختار ايموجي او ايكون للفلتر، دي حاجه تفضيلات شخصيه. طيب ايه فكره الفلتر؟ الفلتر هو عامل زي اف كونديشن لو انت اشتغلت على بروجرامينج او ايا كانت اللغه اللي اشتغلت بيها، بس يعني
هو بيحط شرط، ولو الشرط ده انطبق على التاسك بيبدأ يظهر لك كل التاسكات اللي بتنطبق عليها هذه الشروط. في 2 سي في الادفانسد، وده اشبه بالسكراتش بروجرامنج. لو انت جربت تشتغل على اي جي يو اي بروجرامنج بلاتفورم، تمام. بس سيبك منها لان هي نوعا ما بتضيفش، بتضيف صراحه بس مش هتحتاجها قوي، تمام. خلينا في النورمال. النورمال انت مثلا بتقول له والله من خلال ليست اكاديميك والبروفيشنال والشغل، او خلينا نقول البرايفت لايف ستايل. اوكي. لو في الحاجة دي بتشيل تاج ميتنج، يعني لو الحاجة دي موجودة في الليستات دي وشايلة التاج اللي اسمه ميتنج، والديت بتاعها خلال this month، خلال هذا الشهر، اوكي، وكانت البريوريتي بتاعتها هاي او ميديوم. البريوريتي دي انت اللي بتحددها، وهنبدأ نتكلم عنها اكتر. وتنكلود كي وورد طبعا. اكتب الكي وورد لو انت فعلا بتدور على كي وورد معينه، وتاكد ان انت بتكتبها بدقه. يعني لو في اي خطا في الكتابه اللي انت هتكتبه هنا، هتظهر لما تظهر، مش هتطلع لك النتيجة، لأن هو أنت طلبت منه إن هو يدور لك على الحاجة التي تحتوي على هذه الكلمة يعني. هل هي النوتس ولا تاسك؟ لا، أنا عايز من خلال تاسكات بس، وهنتكلم عن النوتس والتاسك لما نيجي نتكلم على دي. طبعا أبلاي. دلوقتي هو عمل إيه؟ هو عمل إن هو دور في كل الليستات اللي إحنا اخترناها عن حاجة بتحمل تاج ميتنج وموجودة في هذا الشهر، والبريوريتي بتاعتها هاي أو ميديوم، والنتيجة بتاعته كانت دي ودي. بس لو في طبعا اكتر هيظهر اكتر. بس الفكره في الفلتر زي ما احنا قلنا كده، ان انت بتعمل زي سيرش، بس بدل ما بتسيرش باسم الحاجه او بكلمه معينه، طبعا ممكن تكتب كيورد اللي هي كلمه معينه طبعا، بس بدل ما بتسيرش باسم الحاجه بتسيرش بصفات الحاجه، ايه مواصفات الحاجه دي، او بتفلتر التاسكات اللي فيها الصفات دي. طبعا انا مش محتاج الفلتر ده فهمسحه، بس ادينا فهمنا فكره الفلاتر. طيب، طبعا انت ممكن تظهر او تخفي السمارت ليست بكل سهوله زي ما احنا بنعمل كده، وما تحصرش دماغك في افكار بتاعتك انا. انت ممكن تعملها بكل سهوله حوالين الشيء اللي انت مهتم بيه، طيب، او الشيء اللي هيفيدك. كومبليتد بظهر التاسكات اللي انت عملتها، والنوت دو دي التاسكات اللي انت قلت لتكتك ان هي كانت عليك وانت قررت ان انت ما هتعملهاش او فاتتك. فركز قوي، خليك صادق مع نفسك فيها. لو في تاسك انت مش هتعمله وكان السبب ان انت اتأخرت فيه او غيرت رأيك، دوس على دي. ما تخليش ان الخيار الاسهل ليك ان انت تحذف. احذف فقط في حالة ان التاسك ده اصلا انت كاتبه غلط، او ما بقاش ليه معنى اساسا، او مش حاجة معينة انت فوتها يعني. دي بالنسبة للسمارت ليست. فالسمارت ليست زي ما احنا اتفقنا كده ان هي ليستات فيها فلاتر او فيها بري ديفايند، يعني باي ديفلوبر، ان هو الديفلوبر حدد صفات معينه للليست دي، ان هي تظهر توداي، والله ان هي تظهر النكست 7 دايز، سواء كانت الانبوكس او كومبليتد وهكذا. مش انت اللي بتعملها. طب ايه الحاجات اللي انا بعملها يا اسامه؟ هي الليستس العاديه. بالنسبه للليستس العاديه، انت باي ديفولت انت المفروض بتاخد دي فاضيه تقريبا. انت لما بتحمل تكتيك اول مره بيبقى عندك شويه تاسكات او حاجات مكتوب فيها شويه جايد لاينز او انتروداكشن توتوريال كده للبرنامج، بحيث ان انت ايه لو اول مره تفتحه، باي ذا واي يعني يستحسن انك تقراها وتاخد فكره عنها. هي بيجنر فريندلي جدا يعني. بعد ما تمسحها بيبقى عندك الليست بتاعتك فاضيه. بعد كده مثلا انت بتضيف ليست وبتحط فيها التاسكات بتاعتها. يعني نتكلم اكتر عنها واحنا بنتكلم عن الهيراركي، بس خلينا، او التسلسل الهرمي بتاع التاسكات، بس خلينا فاهمين ان الليستات دي انت اللي بتعملها لنفسك، بتكتبها، بتسميها، بتحط لها الايكون، يعني في الفري انك تعمل اللي انت عايزه. الجزء الاخير بقى في اليو اي، وهو البلاتفورم، يعني اليوزر فيو ذات نفسها، اللي هو بتظهر لك اذا مثلا لو دخلنا على الكالندر، دي المين فيو، تمام. يعني مثلا هنا دي المين فيو، بتتغير شكل المين فيو حسب التاب اللي انت فيها، تمام. ولو انت مثلا في تاب تاسكس، المين فيو بتعبر عن يعني مثلا خلينا في سيلف ليرنينج، بتعبر عن التاسكات اللي في داخل ايه الليست دي. فهي نوعا ما دي المساحه اللي انت بتشتغل فيها. كل دي ما هي الا تابس، الهدف ان هي توصلك هنا، تمام، لان هي توصلك للمين فيو. فبس يعني ده اليو اي بتاعنا، وخلينا نعمل عنه تشيك. ف كده احنا خلصنا اول جزء. هنتكلم بقى عن التاسك هيراركي، ودي اهم حاجه يمكن في الفيديو ده، هي والتاسك رايتنج تول، ومحتاج ان شايف ان انت لازم تركز فيها. ايه هي التسلسل الهرمي بتاع التاسكات؟ تك ما هو الا مجموعه من التاسكات الكتير اللي انت حطيتها في مكان واحد، وحطيت معاها بيانات زي التواريخ او المحتوى بتاع التاسك. بيجمعهم لك وبيفرزهم لك حسب الفرزه اللي انت اخترتها، تمام.
ويبدا ان هو يظهر لك الحاجات دي بشكل فيجواليزد او بشكل بياني انت تقدر تتعامل معاه بسهوله. تمام، بدل ما حياتك ملعبكه. فدي فكره تكتيك، ان هو الماده الخام بتاعته هي التاسك. هذا تاسك، يعني في حالتنا دي ده مثلا ده تاسك، في حالتنا دي مثلا ده تاسك، في حالتنا دي مثلا ده تاسك. تمام، فالتاسكات باختلاف انواعها هي الماده الخام بتاعته. طب مجموعه من التاسكات بيشكلوا ايه؟ تاسكات كتير مع بعض يعملوا معاك سيكشن. يعني ده سيكشن، ده سيكشن، ده سيكشن. مجموعه من السكاشن يعملوا عندك ليست. يعني انا عندي في الحاله دي الليست سيلف ليرنينج، تحتها سيكشن ميديسين، سيكشن ساينس، سيكشن جروث، وهكذا. وجوه سيكشن ميديسين في التاسكات دي كلها. تمام. طيب مجموعه من الليستات مع بعض، يعني مثلا لو انا حبيت ان انا اخلي كل ثلاث ليستات دول مع بعض بحطهم تحت حاجه اسمها فولدر او جروب يعني. تمام، بس الاسم الرسمي بتاعها فولدر. فالفولدر ده بيشمل مجموعه من الايه، من التاسكات. بتفرق معاك في ايه التقسيمه؟ الفولدر مش مهم قوي، بس بالنسبه لي هو مهم في حته السيرش وان انت تفلتر طبعا. وبيفيدني في حته ان انا افرق هل الحاجه دي التزام خاص بيا ولا التزام ما ينفعش افوته يعني، ولا حاجه انا اللي حاططها لنفسي فعندي الحريه في التعديل فيها يعني. الليستات اهم حاجه لازم تاخد بالك منها، ان انت تعمل ليستات فعلا بتمثل لك منطق معين، او نوعا ما في حياتك ليها معنى او مغزى، فيبقى سهل عليك ان انت ايه، تفهم الليست دي ايه المحتوى اللي هتحطه فيها، وايه اللي ينتمي للمكان ده وايه لا. السكاشن جوه الليست بتسهل عليك بس ايه، فكره تنظيم الافكار. يعني مثلا عندك مثلا تعال نتكلم عن انترتينمنت. في الترفيه مثلا انا حاطط حاجه، حاطط سيكشن للجيمنج، سيكشن للريدنج سواء نوفل او مانوا، حاجه للتي في شوز مسلسلات واخره، جزء للبودكاست، في حاجه للاذرز يعني لو في حاجه ليها علاقه بالانترتينمنت وانا مش عامل لها سيكشن، مش هقعد كل شويه اعمل سكاشنز كتير واحط فيها تاسك واحد. تمام، فبحط الحاجات المتكرره. ركز في الحته دي برضو تريكايه، ان انت تعمل سكاشن في حاله ان الحاجه دي انت بيجي لك منها تاسكات كتير او حاجات كتير انت شايف انت ممكن تحطها. ما دون ذلك اعمل سيكشن اسمه اذرز، ولو جالك حاجه يونيك او وان تايم جوب، تبقى حاجه مره في العمر كده، بتحطها هنا عادي في الاذرز. طيب دي التاسك هيراركي، ان انت بيبقى عندك تاسكات عامله سكاشن، والسكشن بيعمل ليست، والليست ممكن يعمل فولدر او جروب. فهي دي فكره التسلسل الهرمي بتاع تاسكات. طيب بالنسبه بقى للتاسك رايتنج تول، ودي اكتر حاجه انت لما تتعلمها كويس هتبقى قادر تستفيد او تماكسمايز الاستفاده منها. طيب تعال نعمل تاسك ونجرب نكتبه. طيب اول حاجه هتدوس علامه البلس. تمام، وتسمي مثلا تخليه تيست تاسك. تمام. طيب انا عملت التيست تاسك بتاعي. التاسك ده انا ممكن احط له ديت او ريمايندر. يعني مثلا بخش بدوس عليه بختار اليوم، فلنقل انا عايز يفكرني يوم 30 يناير الساعة 2 AM، خلاها 2 AM. وخلي بالك في هنا اوبشن ان انت تختار الخط الزمني او التايم زون. يعني هنا هيفكرك الساعة 2 AM بتوقيت بانكوك. تمام، اللي هو باي ذا واي نفس توقيت جاكرتا يعني، بس الفكرة ان انت هو هنا هيفكرني بالتوقيت ده. طب لو انا مثلا الميعاد ده انا واحد مصري او حد في برلين قايل لي عليه، فممكن اخش هنا ادور على مثلا توقيت الخط الزمني ده وادوس اوكي. هو هنا هيفكرني الساعة 2 AM، مش بتوقيتي انا، بتوقيت المنطقة دي او الخط الزمني ده. تمام. ودي مفيدة جدا في حالة ان انت بتتعامل مع ناس انترناشونال كتير، او بتحتاج ان انت تكتب مواعيد من اماكن مختلفة، سواء لان انت مغترب او لو ان انت بتشتغل اونلاين وهكذا. طيب عايزه يفكرك امتى؟ يعني لما يرن او يديك المنبه بتاع التاسك الساعة 2 ام، يرن قبليها بساعة ولا في وقتها ولا قبلها ب5 دقايق؟ انا شايف ان اون تايم مش عملية قوي. اقل حاجة تخليها قبلها ب5 دقايق بحيث ان انت تستعد كده ويبقى معاك مساحة، وتقدر تختار ان هو يفكرك كذا مرة. يعني انا بالنسبة لي في اغلب الاوقات يا اما بختار قبليها بساعة يا اما قبلها ب5 دقايق او الاتنين مع بعض. تمام، لان نص ساعة بالنسبة لي لو حاجة محتاجة وقت شايف ان هي مش كفاية، وساعة شايف إنها بتديني مساحة كفاية إن أنا أشتغل، وفي نفس الوقت إيه، مش بعيدة أوي. يعني مثلا مش 3 4 ساعات. ممكن طبعا تعمل كاستم إن أنت تحدد الكمية اللي أنت عايزها على حسب طبعا التاسك، وأنت فاهم أنت محتاج وقت قد إيه. أنت فهمت الكونسيبت. طب ريبيت، أنت ببساطة ريبيت أنت بتقول له كرر لي التاسك ده مثلا يوميا. أنت تاسك عايز تعمله كل يوم وعايز يفكرك بيه كل يوم. تمام، فهو كل يوم هيعمل لك تاسك بنفس المواصفات بنفس الاسم بنفس كل حاجة، وهيفكرك فيه بنفس الميعاد ده. تمام.
طب انتوا عايز يفكرك للابد، يفضل كل يوم يفكرك للابد، ولا لحد تاريخ معين؟ يعني انا ممكن اقول لحد تاريخ معين، واقول له والله فكرني لحد يوم 6/2 مثلا، او مثلا خليها 5/2. تمام، لحد يوم 5/2/26، يبقى هو هيبدأ يفكرني من يوم 30 لحد يوم ايه؟ 5/2/26. شايف؟ علم لك على كله ما عدا ايه؟ 6. خلاص انتهى عن 6. طب انا مثلا مش عارف انا عايز انهيه امتى، بس عارف عدد المرات اللي اعمل فيها التاسك. على سبيل المثال هنقول ان انت هتعمل بتحاول تبني عادة جديدة وعايز تكررها لمدة 21 يوم. فتقول له والله خد انا عارف فكرني يوميا لمدة 21 مرة. فايه اللي هيحصل؟ دوس اوكي. اللي هيحصل ان هو هيبدأ من يوم 30 21 مرة. من يوم 30 يناير هيعد 21 يوم لحد 19 فبراير ان هو يفكرني بالتاسك ده. هعمل سيف. ممكن كمان عندك الديوريشن زي ما محتاجين نتكلم عنها. الديوريشن دي المدة اللي انت عايز تشتغل فيها على التاسك ده. تستخدمها امتى؟ لو البروجكت ده على سبيل المثال مكمل معاك مدة، يعني مكمل معاك يوم او اكتر. تمام. فلو انا لغيت الديت، انا بس قبل ما نحفظها تعالى نعمل كده عشان تشوف شكل الديت. لو جينا مثلا على الكالندر هنلاقي ان هو يوم 30. تعال نروح ليوم 30، او هنلاقي يوم 30 التست تاسك فضل يكرره لي كل يوم. لاحظ ان هم كلهم مش نفس الحاجه. يعني انا لو عملت تشيك على دي هتفضل موجوده، ولو عملت تشيك على دي اللي بعديها هتفضل موجوده. فانت كل ما بتعمل تشيك بتشيك بس على الحاجه بتاع اليوم ده. يعني انت بتقول ان انت خلصت التاسك، بيعتبر ان ده وده تاسكين مختلفين. ولو كتبت حاجه هنا بتفضل هنا، ما بتروحش هنا. فخلي بالك. تمام، يعني دي برضو دي اللامة او معضلة انت لازم، ما كنتش واخد بالي منها في الاول. لما بتعمل تكرار بيعامل ان كل يوم تاسك مختلف، مجرد ان هو بيكرر لك نفس المواصفات بتاع التاسك. لما انت لما انت قلت له كرره لي. تمام. طب انت عايز تخلي نفس التاسك ممتد معاك على مدة طويلة، تعملها بقى من ديوريشن. ديوريشن باي ذا واي ان هي برضو ميزة مدفوعة، فخلي بالك من الموضوع ده. تعال مثلا نختار ديوريشن، هنقول ان هو من يوم 30 لحد يوم 5. تمام. وزي ما احنا قلنا يوم لمدة 21 يوم الغيها. هندوس كده سيف. طيب احنا كده عملنا ايه؟ غيرنا بدل ما يريبيت هيعمل ديوريشن. تعال نشوف الكالندر بتاعتنا ايه اللي حصل. ان هو خد لي التاسك نفسه كملهولي. ثانية، ايه اللي حصل بقى؟ تعال نشوف المشكلة فين. ديت امتى هلغيها؟ ديلي برضو لسه ريبيت احنا ملغناهوش، كانت دي خطأ عندنا. يبقى احنا هنختار ديوريشن من 30 لحد يوم 5. تمام. طيب هنيجي هنا للكالندر، هنلاقي ضاف لي تاسك واحد مكمل معاه من يوم 30 لحد يوم 5. بس خلي بالك التوقيت اللي احنا حاطينه الساعة 2 ام بالتوقيت بتاع البلد اللي احنا كنا فيها. فلما هيرن عندي مش هيرن 2 ام، هيرن في التوقيت اللي هو ما يعادل هذا التوقيت عند الناس دي. تمام. المشكلة اللي كانت حاصلة من شوية كانت حاصلة بسبب ان احنا ما كناش قافلين الريبيت. فانت لما بتعمل ريبيت ده معناه انت زي ما احنا اتفقنا بتخليه يعمل تاسكات مختلفة، يكرر التاسك وليس ان هو يمد التاسك. يمد التاسك يشتغل بالديوريشن. طيب نرجع للتاسك بتاعنا. زي ما احنا قلنا ان احنا عملنا ديوريشن ونحفظها. طيب بالنسبه للبريوريتي، البريوريتي عندك 4 كاتيجوري، يا اما هاي بريوريتي، ميديوم، لو، او نون. كل واحده منهم ما بنعملهاش كده اعتباطا. انت تعال بس نظهر ايزنهاور عشان اوريك ايزنهاور عشان اوريك سمارت ليس فيوتشرز. طيب تعال نشغل ايزنهاور عشان اوريك الريسبكتيف بتاعه. مثلا لو جينا لايزنهاور، الهاي او الاحمر دي حاجه مستعجله ومهمه. الاصفر دي حاجه مش مهمه بس دي حاجه مهمه بس مش مستعجله. الازرق دي حاجه مستعجله بس مش مهمه. الاخضر او اللي ملوش لون اللي هو غالبا كده. تمام. ده بيبقى لا مهم ولا مستعجل، فبيبقى سهل عليك ان انت ايه تعرف اولويه التاسك ده بالنسبه لك. انا مش ظاهره لان انا خلاص اتعودت ان انا بحط التاسك بختار البريوريتي بتاعته، وعرفت كل علم او كل لون بيعبر عن ايه. تمام. فان انا شايف ان هي مش مهمه بالنسبه لي يعني. نرجع للتاسك بتاعنا. انا مثلا فلنفترض ان التاسك ده بالنسبه لي انا شايف ان هو همه عاجل ولازم اخلصه فورا، فانا اقوم اعمل له احمر. طب هو مهم بس مش مستعجل اوي فاعمله اصفر. طب هو لا ده ولا ده، فاهم؟ فانت بتعمل اللون على حسب الحاجه دي اهميتها بالنسبه لك. هنعتبر ان هي هاي بريوريتي. بعد كده ببدا ان انا اضيف التاج. والله انا الحاجه دي بالنسبه لي هي تاسك عادي،
مش ميتنج ولا حاجه لها علاقه بالميديا ولا حاجه ولا اي كاتيجوري من دول. بدوس سيف. طبعا انت بتعمل التاجز بتاعتك. ركز ان انت لما تيجي تعمل تاج ما بتدوسش وخلاص، انت بتختار تاجز. ممكن تختار اكتر من تاج، ممكن نعمل 3 4 تاجز او 2 وتدوس سيف. لو ما دوسش سيف مش بيحفظ. تمام تمام. تعال نتكلم بقى عن الرايتنج تولز او ادوات الكتابه نفسها. تعال نفتح نوسع دي عشان نقدر نشوف اكتر. دي مشكله في البرنامج للاسف، اتمنى يحلوها قريب. ان هي مش مشكله بج بس، ده التوجه بتاعهم. ان هم شايفين ان مثلا لو عملت، تعال نعمل دوتس كتير اوريك حاجه. لو شايف مساحة الكتابة اللي هي دي بس، طب أنا ليه عامل ماكسمايز يعني؟ طب ما تشغلها لي كلها. فدي برضو حاجة أتمنى يحلوها قريب يعني. طيب تعال نشوف أدوات الكتابة. أنت ممكن لما تيجي تفتح التاسك هتكتب عادي نص عادي، يعني مثلا تعال نقول سامبل تكست عادي. أنت بتكتب وبتنسق، ويعني اعتبره وورد أو أيا كان الأداة اللي أنت بتكتب بيها. في بقى الأدوات اللي هي تحت دي ومهمة وأنت تبقى فاهمها. هنتكلم عن ابسط حاجه فيهم هي دي. يعني مثلا دي بتاع اداه التايم. يعني انت مثلا فلنفترض انت بتكتب بروجكت او بتعمل بروجكت على كذا مرحله، فعايز تتراك كل نقطه في الكتابه. يعني مثلا انت كتبت شويه وعايز تقول والله انا خلصت كتابه هنا امتى، فبتدوس هنا. طبعا ده تكست، ده مش حاجه تفاعليه او ان هي برو اكتف او يعني كان انتراكتيف يعني. دي مجرد تكست عادي، مجرد بيسهل عليك بدل ما انت تكتبه مانيوال هو بتكتبه بشكل اوتوماتيك يعني. فلنفترض ان انا مثلا عايز اختار الفورمات دي، فهو انا كده عرفت ان انا يوم 22 1 2026 كتبت النقطة دي. تمام تمام. النقطة اللي بعدها هي حتة الخط. يعني مثلا بدل ما نعمل نقط كتير او حابب افصل زي كده، انا خلي بالك ان اللون بتاعها ما بيكونش عنده هاي كونتراست، فانا حبيت ان انا اكتب كده عشان ايه اسهل. عايز تكتبها كده، عايز تسرع نفسك، ممكن تعمل 3 داشز وتعمل خط عادي. دي بتعملها لو انت عايز تكتب كذا فقرة ومش عايز تفصل بينهم بسبيس عادي، عايز تفصل بخط بحيث يبقى سهل عليك ان انت ايه تفرق ما بينهم. بعد كده تعالى مثلا نشوف ادوات تغيير النص. طبعا انت اول ما بتسلكت تكست بيظهر لك الخمس ست ادوات دول. طبعا في ادوات اكتر تحت، بس دول الادوات اللي بتطبق على التكست اللي انت عملت له سيلكت، فهو بيظهرهم لك يعني او اغلب الوقت. دي البولد ان تخلي التكست بتاعك سميك. تمام. لو دوست تاني بتلغيه. في عندك الايتاليك ان انت تخلي الخط مايل. في اللي هو السترايك ده ان انت تشد خط على الكلام. تمام. في الاندرلاين. في فرق شايف الفرق بين الاندرلاين والسترايك؟ السترايك بيشد خط وبيلغي الحاجه كانك شطبت عليها يعني. انما الاندرلاين بيشد خط تحتيها. في طبعا الهايلايت ان انت تخلي الكلام عليه كده زي الاقلام الهايلايت العاديه يعني. في ان انت تحول التكست للينك. يعني مثلا ممكن ادوس لينك واكتب مثلا www.google.com. تمام. فلما ادوس على الكلام بتاعنا، ثانيه، في مشكلة إن أنا كنت عامل فورمات وبعدين عملت اللينك. طيب تعال ندوس كده. فتح معايا اللينك بتاع جوجل أو الموقع اللي أنا إيه حطيته. دي مهمة في إن أنت مثلا لو عايز تحط نوت وتكتب، تحط طبعا لينكات مواقع وكده، فبرضه دي حتة حلوة يعني. ممكن تدوس هنا فتبدأ تعدل. يعني أنت مثلا ممكن تغير الكلمة اللي تظهر إن أنت كليك هير فظهرت بالشكل ده. بس اللينك هو طبعا ممكن تخش برضو تعدل اللينك ولا هكذا. ممكن تشيل اللينك اصلا فترجع النص نفسه عادي، بيحتفظ بالنص مش باللينك. ولو انت واخد لينك كوبي، يعني احسن تعالى نفترض ان انا خدت اللينك ده بتاع داونلود تك تك، كنترول سي. يعني تعالى نيجي هنا مثلا على كليك هير، تدوس على أداة اللينك. خد آخر حاجة أنا واخد لها كوبي لو هي لينك وحطها هنا. فدي برضو حاجة بتسرع عليك أو هو سمارت نوعا ما. فبرضو دي حتة حلوة. طيب إيه الأدوات التانية؟ في إن أنت تخلي التكست عبارة عن هيدنج أو عنوان. وفي درجات للعنوان. يعني مثلا في هيدنج 1، هيدنج 2 أصغر شوية، في هيدنج 3. فبيبقى سهل عليك تفرق ما بين، يعني مثلا عندك تايتل وسب تايتل وسب تايتل وهكذا يعني. في بقى الاداه ان انت مثلا تخلي السطر دي مش محتاج تعمل لها سيلكت، مجرد انت واقف في السطر فهو فاهم انت هتطبق الاداه على السطر ده. انت مثلا ممكن تحط ان انت تخليه bullet بوينت زي كده، ممكن تخليه اللي هو الاوردر ودوس كده. تمام. ولو دوست الانتر مرتين بيبدأ ان هو خلاص فهم ان انت خلاص مش عايز تدوس تاني.
في كمان الأداة دي في الفورمات. تعال نلغي طبعا لو انت عايز تلغي كذا حاجة في نفس الوقت او تطبق البالت بوينت او البوينتس تول على كذا حاجة، ممكن تسلكت عايز زي ما انا عملت دلوقتي. تعال مثلا نفترض ان التكست ده عايز اعمله بشكل كود طبعا اقتباس يعني. زي كده بدوس على أداة الكوتيشن، خلاص بقى ليه فورمات ان هو كود. دي بتبقى مفيدة لو انت مثلا بتعمل ملخص لكتاب، او يعني نوعا ما انت محتاج تعمل كود وخلاص، او عايز تغير شكل التكست عشان يبان، يعني مش بالضرورة تستخدم الحاجة في استخدامها الأساسي. ولو ركزت هتلاقي ان التول لما بتقف عليها بيظهر لك اسم التول. يعني مثلا بيظهر لك اسم التول، وبيظهر لك حاجه زي كده زي كودينج او زي فورمات كده. تمام، يعني مثلا لو جيت اقف هنا، شايف عمل لك ثلاث شرط، ثلاثه داش وهوريزونتال لاين، فهو كانه بيعرفك ان الاختصار بتاعها بدل ما تنزل لها ان انت تعمل ثلاثه داش. على سبيل المثال مثلا عايز اعمل كوتيشن، اعمل لك قبلها ايه؟ علامه بيجر ذان. تمام، لو عملت بيجر ذان وكتبت حاجه اعتبرها كوت على طول. فانت برضو ممكن تبص عليهم بصه كده، يعني مثلا دي داش واحد، تمام، او نجمه. دي مثلا واحد دوت وتكمل كتابه عادي. الايتاليك الاختصار بتاع ان انت تكتب الكلام ما بين نجمتين. فبرضه انت لو بصيت عليهم بصه هتتعود عليهم وهيسهل عليك ايه الدنيا. في كمان انت ممكن تحط اتاتشمنت. انا مثلا عايز احط صوره، فلنفترض ان انا اخش هنا هدوس الصوره دي، فاعمل انسيرت للصوره جوه النقطه. برضو لو انت حابب تحط صوره في النوتس بتاعتك. في كمان فورمات تانية دي بستخدمها اكتر في البروجرامينج، اللي هي الفورمات دي، لان هي شبه الفورمات بتاع البروجرامينج بتاع شات جي بي تي، او ادوات الكوتيشن. هو الكومنت لما تحب تعمل كومنت في نوت باد او في فيجوال ستوديو بيبان بالشكل ده، فنوعا ما انا فاميليار بيها يعني. فبس دي ادوات الكتابه اللي عندك كلها. وممكن تحط صورة طبعا. ممكن بعد ما تحط الصورة ممكن تصغرها مثلا زي كده، بحيث ان انت يبقى سهل عليك تكتب جنبها. طبعا دي مسألة شخصية، انت في الفري ان انت تكستمايز الموضوع. لو كبرت تنزل حاجة هنا في ان انت تمسح الصورة مثلا، او ثانية، في مثلا انت تمسح الصورة او ان انت تسيف از. يعني مثلا لو الصورة دي اصلا انت خلاص الحاجة دي اتحفظت على الكلاود بتاعتك او على المساحة التخزينية بتاعتك في الاكونت. لو انت جيت بعدين وفتحت النوت دي من اي ديفايس، او حتى لو عملت سوفت وير الجهاز بتاعك، تمام، بتلاقي الكلام لسه محفوظ. فدي ميزة برضه ان الحاجات بتاعتك مش محفوظة لوكال، هي سينكرونايزد مع الكلاود بيزد يعني. تمام، فخلينا نحتفظ بالصور بتاعتنا وكل حاجة. في كمان عندك خلاص هنصغر عشان نظهر بقية الأدوات. كده احنا جربنا كل الأدوات الكتابة اللي انت تظهرها وانت بتكتب. في بقى في السيتنج مثلا ان انت تعمل بين ان انت، هي مش هتبان هنا ان مفيش تاسكات كتير. تعال نجرب مثلا في الانترتينمنت. تمام، هنا مثلا في التي في شو انا مثلا حاليا بتفرج على توي ستوري 5 ومهتم بيه قوي وبرجع له كتير. فبدل ما بنزل اسكرول كل شويه انا بدوس هنا بعمل بين، بيتثبت فوق. that's all يعني. ف which is يعني very simple، بس يعني لو انت ما خدتش بالك منها او ما صدفتكش مش هتعرف عنها. فدي ميزه الفيديو، ان انت كل المعلومات دي ممكن تبدا يعني تنفستيجيت وتكسبلور البرنامج وتعرف عنه اكتر. بس ميزه الفيديو ده ان انت تعرف الحاجات على طول بسهوله، يبقى في حد يقول لك والله في ميزه معينه. في كمان عندك تعال هنا انبوكس. تمام، تعال نحط التاسك ده هنا مثلا. طيب انا عندي تاسكين مختلفين وشايف ان التاسكين دول ليهم علاقه ببعض. يعني مثلا ده كورس معين انا شغال عليه، او بروجكت معين، والبروجكت ده مكون من كذا مرحله، وعايز اعمل ليست لكل مرحله. ممكن اعمل ايه؟ تعال نسلكت اول، كنترول سي نمسح. ممكن طبعا انا اللي عملت كده لان انا، تعال نرجعهم زي، لو انا مثلا دوست عليها على طول من غير ما اعمل كونتينيو، شايف هو عمل التاسكات او الاجزاء بتاع التاسك ده على الكلام اللي انا كاتبه. دي ميزه حلوه في حاله ان انت كتبت التشيك ليست وعايز تعملها على طول في خطوه واحده. بس في حاله انت كتبت كلام وعايز تعمل كده فتبقى مش حلوه. فالاحسن ان انت تعمل سيلكت اول كوبي، تمسح تفعل الحاجه دي عادي، تيجي فوق كنترول في، كل حاجه بتاعتك محفوظه زي ما هي. تمام، طبعا الصوره لان هي مش نص، هو عاملها ان هي نص، ممكن نرفعها تاني بعدين. بس خلينا في حتة إن أنت إيه بدأت تضيفها وعادي تشيك ليست.
لما بتدوس تشيك على حاجة ركز فوق، أنا عندي تاسكين، فلما أعمل واحد بقى 50%، فعلا عمل لي 50%. برضه ممكن تشوفها من هنا إن أنا خلصت 50% من التاسك ده. في الشكل ده إن أنت لو هنقول إن أنت بتسافر مثلا، بتجهز تسافر، فهنقول إن دي تاسك أنت بتجمع فيه الأوراق، فهنعتبر ده الفيزا مثلا، ودي التيكت. تمام. ودي التيكت، انت خلصت التيكت، خلصت الفيزا، التاسك بتاعك بعد شوف انت عملت تشيك على الاثنين، فاعتبر ان التاسك كله خلص. لو لغيت التشيك رجع التاسك تاني بتاعي 50% بس. طيب انا مثلا مش عايز احط حاجه زي كده، وحابب ان هو يبقى لا، يبقى تاسك منفصل لوحده بس مربوط بده، يعني هو تاسك كامل بكل معلوماته وليه سب تاسك جواه وكل حاجه وليه تكست مكتوب جواه، بس الاتنين مربوطين ببعض. بكل بساطه هاجي عند التاسك ده مثلا، نعتبر ان انا عايز اربط الاتنين، هدوس ثانية، ده نوت convert to task، مينفعش تربط نوت. تعال نربط الاتنين مثلا link to parent task، أنا بقول له عايز أربط ده يكون تحت تاسك تاني parent task. تمام. فده اللي أنا عايز أربطه بيه. إيه اللي حصل؟ ثانية، تاسك لينكد، تعال نعمل ريفرش. تمام. طيب كده تعال نطلع من البرنامج ونفتحه تاني. المفروض إن هي تظهر معانا بالشكل ده. تمام. فالاتنين اتربطوا بايه؟ ببعض. يعني انا لو جيت دخلت مثلا على فيزيكس بوكس، هتلاقي اتربط بمين؟ هتلاقي اتربط بالتاسك بتاع الايه؟ بتاع التيست تاسك. فيبقى ليك اكسس من الاتنين على بعض. طب انا مثلا لو انا عايز اني احط تاسك والاتنين مش موجودين في نفس المكان، يعني على افتراض، تعال ننقل التاسك ده المكان موف كليك يمين، موف تو، تعال ننقله مثلا الانترتينمنت، تعال الانترتينمنت جزء الجيم، فهو اتنقل. تمام. انا هقول ان انا هربطه ببيرنت تاسك، لينك تو بيرنت تاسك، تيست تاسك. اللي حصل ايه؟ ان هو اتنقل من مكانه. فانت ما ينفعش تربط حاجتين مش موجودين في نفس الليست. هو اتنقل ان انت ربطته بحاجه في الانبوكس وانت اصلا جوه الانترتينمنت، فلما تيجي للانبوكس تاني هتلاقيه رجع هنا عشان ينفع يتربط بمين؟ بالتيست تاسك تاني. طب لو انا عايز اربط حاجتين مش موجودين مع بعض، بسيطه، كل اللي انت هتعمله هتروح للتاسك التاني اللي انت عايز تربطهم ببعض. يعني مثلا فلنفترض ان انا عايز اربط التاسك بتاع اليسيد او رواية اليسيد، هدوس كده كوبي لينك، هو خد اللينك بتاع التاسك. تمام. ده طبعا لينك ما ينفعش تشيره مع حد، هو مجرد لينك للتاسك نفسه جوه السيستم. تمام. وهاجي هنا، تمام، دوس، هاجي هنا وادوس في، بس عمل لك لينك. الفرق بين اللينك العادي، شايف الايكون بتاعته؟ تمام. لما تدوس هنا وخد اللينك بتاع الايه؟ بتاع التاسك. تمام. ايه اللي هيحصل لما ادوس عليه؟ هيفتح التاسك بتاعي. تمام. فكده هو ما نقلش تاسك لسيد، يعني انا لو رجعت للسيد هلاقيه موجود لسه في ايه؟ في مكانه. لكن في نفس الوقت ده تربط الاثنين، يعني مثلا انا بقى حاطط بدرس كورس معين او شغال على بروجكت معين، وحاطط نوتس في حاجه تانية، الاثنين لهم علاقه ببعض، فممكن اربطهم بان انا احط معلومات هنا. طبعا ده كيس سيناريو، ان انا ايه، يوزر كيس سيناريو اللي انا بيحصل معايا ان انا عايز اربط التاسكات ببعض. في بقى العكس، ان انت بدل ما تربط تاسك بتاسك اكبر منه، ان انت تعمل تاسك صغير جوه تاسك كبير. يعني ممكن اعمل سب تاسك، شايف عملي تاسك تحت اهو، ممكن اسميه اناليسيس. ممكن اعمل سب تاسك تاني اسميه سب تاسك 2. تمام. سب تاسك 3. فاللي حصل ايه؟ ان انا عندي كذا تاسك، ده تاسك في حد ذاته، مش مجرد تشيك ليست، او ممكن تكتب جواه وتعمل كل حاجه. يعني هو في حد ممكن تعمل له بريوريتي ويبقى ليه ريمايندر لوحده. فهو تاسك كامل متكامل لوحده، بس كل الفكره ان هو مربوط بتاسك اكبر منه. وممكن تعمل سب تاسك جوه سب تاسك تاني. يعني مثلا ممكن افتح كده، اعمل ده، ممكن اجي هنا كده، اعمل موف، شايف عملت سب تاسك جوه سب تاسك تاني، شايف؟ يعني ممكن ادوس هنا على analysis واعمل لها connect to parent task. البيرنت تاسك بتاعي هو سب تاسك 3، شايف؟ سب تاسك 3 تحت منه تاسك تاني اسمه analysis، وممكن تعمل كده لما لا نهاية. بس نصيحتي ما تزودش من السب تاسكس كتير، لان انت كده مزودها، يعني تحس الدنيا ملخبطة معاك واصبحت شجرة متشعبة بارامتر الاطراف يعني. فالاحسن انت تخلي الدنيا سهلة، انت ايه توصل لها، بس لو احتجتها دي موجودة الاوبشن دي تستخدمه. طيب
بعد كده هو النوت دو ده طبعا ان انت لو قلنا ان تاسك انت مش هتعمله، مش ان انت عايز تمسحه، لا انت التاسك ده كان عليك فعلا وانت مش هتعمله، تدوس هنا تقول انت والله انا مش هعمل التاسك ده. في التاجز، في ابلود اتاتشمنت زي ما احنا اتكلمنا من شويه، ممكن ترفع بي دي اف، ممكن ترفع صوره الى اخره. وفي ليها ليميت تقريبا حاجه 15 ميجا او حاجه زي كده مش فاكر، بس الليميت بتاعها مش كبير. ولو انت الاكونت بتاعك مش بريميوم بترفع صورة واحدة او ملف واحد في اليوم، مينفعش ترفع اكتر من كده. ستارت فوكس لو انت عايز تبدأ برومودورو او ان انت تبدأ تايمر، فكده بدأ تايمر التيست تاسك. طبعا في كذا طريقة ان انت تبدأ تايمر كذا. لما بتعمل ان انت تخلص التايمر بيتحفظ هنا في الريكورد، وتبدأ تحول الحاجات دي لداتا. ما حفظش الريكورد اللي احنا عملناه ليه؟ لان هو اقل من 5 دقايق، اي تايمر اقل من 5 دقايق ما بيعتبروش فوكس تايم، يعني ايه تركيز 5 دقايق يعني. تمام. في كمان عندك اوبشن التاسك اكتيفيتيز، وده يعني مهم جدا طبعا، هي ميزه بريميوم برضو، بس ميزات البريميوم مش اساسيه ومش هتفرق قوي معاك في تجربه المستخدم. بس في بعض التاسكات البريميوم اللي انا، بعض الميزات البريميوم اللي انا شايف ان هي فعلا مفيده، يعني زي دي انا بستخدمها كتير لان انا بتراك الفاينانس بتاعي شويه على التطبيق هنا، او فلوسي وكده، فبكتب معلومات وكده، فعايز اعرف التغييرات اللي حصلت على الليست. فلو احنا مثلا فتحنا ثانيه، لو نزلنا أو تحت خالص يقول لك والله أنت عملت التاسك ده يوم كذا وعم سميته كذا، وبعدين عملت تغيير وعملت كذا، بعدين غيرت التايم، بعدين عملت كذا. شايف؟ كل ما تغير حاجة يعني رفعت صورة، غيرت، كتبت، يعني كل أي تغيير بتعمله بيبقى محفوظ هنا، بحيث إن أنت إيه اللي بيحصل؟ إن أنت بيبقى سهل عليك إن أنت والله لو عملت حاجة ومش قادر أنت تدوس كنترول زي عشان ترجع لها، فاصبح ان انت تقدر تلاقي ايه التاسك اكتيفيتي، ايه التغييرات اللي حصلت في، مثلا انت كاتب فواتير او كاتب معاملات ماديه، فلما حد يقول لك لا احنا كان حصل مثلا مشكله في الدين او مشكله في المعامله الماديه دي، فتقول له لا والله احنا يوم كذا كان عندنا كذا ويوم كذا كان عندنا كذا. فده بيسهل عليك الدنيا، يعني بيحتفظ بالريكورد بتاع كل تغيير. سيف از تمبلت، انت مثلا فلنفترض تعالى نخش على البرايفت لايف ستايل، اخش البرايفت لايف ستايل مثلا علي، تعال annual plan. تمام. ممكن اعمل create as a template. فهاجي بعدين كده انا عملت ايه template. لو انا هاجي بعدين وادوس create a task، create from template، شايف عندي template فد يعني دوس عليه كده مثلا يعمل لي تاسك نفس اللي فات بالظبط. تمام. طبعا انت مش بتروح تعمل تمبلت وتنسخه في وقتها، دي مش الاستخدام الاساسي بتاعه، يعني ممكن تعمل دبليكيت على طول وخلاص. الاستخدام الاصلي بتاع الطريقه بتاع الميزه دي هو ان انا مثلا في تاسك انا بكرره بشكل دوري، والله بعمله مثلا مره كل سنه زي الخطه السنويه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، فبحفظ التمبلت والله ما عارف تمبلت بالعربي كان معناه ايه، نسيت. ما علينا. بتحفظ التمبلت او الشكل ده. تمام. بحيث ان انت بتيجي السنه الجايه بدل ما تكتب من اول، لا بتقول والله انا عايز اعمل تاسك جديد من التمبلت بتاع السنه اللي فاتت، وتبدا انت تغير فيه، بس تغير السنه، تغير الخطط بتاعتك، وقيس بقى على كله. يعني لو في تاسك انت بتكرره بشكل دوري بدل ما تقعد تكتبه كل مره من الصفر او تعمل كوبي بيست او دبليكيت، تحفظ ايه تمبلت وتشتغل بيه. طيب. في ايه كمان في السيتنج هنا ممكن نتكلم عنه؟ طبعا اتكلمنا عن دبليكيت، كوبي لينك، ستيكي نوت دي شايف ان مالهاش لازمه، كونفيرت تو نوت. انت عندك هنا في التاسكات في نوعين اساسيين، في اللي هي التاسك اللي احنا اتفقنا عليها، ليها ريمايندر وليها ان انت تعمل لها بريوريتي وكل الاوبشنز دي والسب تاسك. وفي النوع التاني اللي هو النوتس زي اللي هنا دي اصلا كانت نوت وانا لغيتها عشان اوريكم كونفيرت تو نوت. تمام. it's connected to، تمام unconnect. شايف هو مرضيش يحولها النوت لان هي كانت مربوطه بحاجه، فده يفهمك ان النوتس ما ينفعش تتربط بتاسكات تانية كونفرت نوت. تمام. ممكن تاخد لها كوبي لينك عادي، لكن مش هتربطها سب تاسك، حتى من اسمه هو سب تاسك، تاسك ثانوي. فلو هي نوت مش تاسك هتحولها ازاي تاسك ثانوي؟ تمام. ممكن تعمل لها ريمايندر، لكن ما فيش اوبشن بريوريتي، ما في اوبشنز كتير مش موجوده. بس مثلا يقول لك ان عدد كاونت، وورد كاونت، ممكن يقول لك اتعملت امتى، موديفايد امتى، وليها طبعا برضو اكتيفيتي. تمام. ليها برضو نوت اكتيفيتي. في اوبشنز كتير مشتركه، بس الاوبشنز المتخصصه بالتاسكس نفسها ما هتلاقيش موجوده غالبا. تمام. انا بحتفظ بالنوتس في حاله انا عايز اعمل معلومات وهكذا.
فهو حلاوة البرنامج ان انت هتلاقي فيه ادوات كتير واوبشنز كتير، يعني مثلا ممكن تحول النوت بوك بتاعتك والتاسك بلانر والكالندر، كل حاجة في مكان واحد. فكل الكلام ده الداتا اللي هنا بتسمع على الداتا اللي هنا، وبتطلع في الاخر بحاجة يعني يوزابل بشكل كبير، والبينفيتس بتاعتها اكبر. تمام. طيب احنا اتكلمنا عن الرايتنج تول، واتكلمنا عن الادوات المختلفة اللي هنا. طبعا ديليت او برنت، تعال نعمل مثلا برنت تاسك ده. تعال نحط الصورة الاول عشان اوريك شكل البرنت. لو في اتاتشمنت، في اتاتشمنت اتاتشمنت، مثلا من هنا نحط نفس الصورة. تمام، انا ضفت الاتاتشمنت بتاعي. طيب هنعمل له برنت. ده في حالة انت مثلا كنت بتكتب حاجة وعايز تبعتها لحد. تمام، طبعا بالصورة اهو بكتبها لك كلينك، بيبعت لك الكلام زي ما انت كتبته بالظبط. طبعا اللينكات ما بتكونش لينكات، بتبقى عبارة عن شكل لينك مش لينك. تمام، مش كليكابل يعني. فبرضو دي شكل مفيد. ايه الاستخدامات بتاعتها؟ تعالى مثلا نتكلم عن، كان في كتاب انا، اخر كتاب ابيكتيتيوس. تمام، ده مثلا كتاب انا كنت قاريه من فترة. انا حطيت الملف بتاع الكتاب طبعا ان هو صغير، وفي نفس الوقت ان انا لو حبيت ارجع له في يوم من الايام. وحطيت انه الريت بتاعي ونوعا ما كومنت سريع، وبدات كتبت النوتس بتاعتي عن الكتاب. وباي ذا انا برشح الكتاب ده جدا لاي حد. تمام. انا مثلا خلصت الملاحظات بتاعتي وعايز ابعتها لحد او اشاركها مع ايا يكن، يعني بروجكت انا شغال عليه ايا يكن. مش بس في المثال ده بدوس برنت، والله بقت معايا بي دي اف اهو. خلاص، انتهى الموضوع. تمام. فبس هتعمل لها سيف وتحفظها في اي مكان، والسيتنج بتاعتها في الفري انت تعدلها يعني، وبتشاركها مع حد. طيب دي ادوات الرايتنج تول، واحنا خلصناها كلها. عندها تشيك. الكالندر ما فيها، احنا تقريبا اتكلمنا عن اغلب الحاجات اللي فيها، واحنا بنتكلم هنا ان انت تحط ديت. بس خلينا نبص عليها بصة سريعة. الكالندر هي بتجمع كل التواريخ اللي انت رابطها بالتاسكات بتاعتك. زي ما احنا اتفقنا ان تيك هو عبارة عن الاليمنت الاساسي او العنصر الاساسي اللي مبني عليه البرنامج، هي التاسكات. هو بيجمع بقى تاسكاتك يا معلم، وبتواريخها بمعلوماتها بوقت الفوكس، ويطلع معاك بالشكل اللي هو الفيجواليزد ده، والشكل البياني ده، ان انت تقدر تتنقل ما بين التاسكات. والله في تاسك عايز انقله من مكانه، ممكن ادراج اند دروب. تمام، وهكذا. او ممكن تبص بص مثلا على الاسبوع بتاعك وتاخد بالك ايه الاماكن الفاضيه، ايه الاماكن المليانه. وفي النهايه ان انت ايه تعدل الحاجات يعني، وتغير نفس الاستخدام اللي احنا قلناه في الايه في ال7 دايز. الفيو في عندك الدي، ان انت تظهر يوم. انا شايف ان هي ليها طب ما ليه اظهر يوم؟ انا ممكن اخش على توداي واعملها يعني. شايف ان هي ملهاش لازمه. في عندك ويك، ودي انا شايفها احلى حاجه. ان انت بتبقى كبيره كفايه ان انت تقدر تستفيد من الاوبشن، في نفس الوقت صغيره كفايه ان انت الكلام ما يكونش مضغوط وداخل في بعضه. يعني مثلا عشان اوريك مشكلة إن الحاجة تكون كبيرة. يعني شوف مثلا المانث، شايف كل حاجة داخلة في بعض ومزحومة. وكمان لو في تاسكات مثلا أكتر من اللي هو يقدر يعرضهم في المربع، بيقول لك والله زي التلاتة. يعني إيه زي التلاتة؟ فاهم؟ فأنا استفدت إيه؟ فمالهاش لازمة. فأحسن حاجة هي الويك، وتليها الير. إيه علاقة، إيه ميزة الإيه؟ ميزة الير إن أنت مثلا في تاريخ معين أنت عايز تروح له بالظبط. بدل ما أنت تبدأ تسكرول على طول، لا، تروح للتاريخ ده، تدوس مثلا والله انا عايز اروح للسنه اللي فاتت في شهر نوفمبر، 22 نوفمبر. خلاص وداني عند التاريخ ده على طول. تمام. لو دوست توداي هيرجعني للنهارده. فالويك هو ان انت تفيو وترفلكت الير للتنقل بسرعه. طبعا اجنده انت ممكن تعمل ايه، فاهم؟ مثلا ممكن اعمل اجنده بتظهر بالشكل ده، بس انت برضه شايف ان هي ملهاش لازمه قوي. في كمان عندك ان انت لو عايز تعمل حاجه بقى مميزه، والله انا مش عايز يوم، انا عايز 3 ايام، عايز 4. تمام، عايز 5، عايز 6، فاهم؟ 7 اللي هو اسبوع، فاهم؟ فهي يعني. في بقى عندك الويكس. طب انا شايف ان الويك قليل وفي نفس الوقت الشهر كتير. طب انا عايز اسبوعين، ممكن تعملها زي كده. برضه حاسس ان هي زحمه. شايف التاسكات بتاعتك مش متوزعه على اليوم، ومش ظاهره بالشكل اللي هو بتاع الويك. فانا شايف ان الويك احسن واحده فيهم يعني. في كمان ان انت مثلا لو عملت هنا، يعني نشوف arrange task، بتبدأ ان هي كل تاسكاتك تظهر. فبدل ما انت تروح لكل تاسك، طبعا لو الاحسن ان انت كل ما تحط تاسك تبقى حاطط الميعاد بتاعه على طول.
بس هنفترض ان انت عندك تاسكات كتير وما كنتش متعود ان انت تنظمها، وده حصل معايا في البدايه لما كنت لسه بيجنر ومش بستخدم برنامج كويس يعني. فتقدر انت تدراج اند دروب، يعني مثلا فلنفترض ان انا عايز اخش الحاجه دي، عايز اعملها يوم 24. خلاص حطها لي، لو دوست عليها حط لها تاريخ يوم 24 الساعه 7 a ام. ليه 7 a ام؟ عملت خط كده شايف 7 a ام 54 دقيقه. عايز الغي عادي، اعمل كلير، لغالي الديت رجعت مكانها. فانت سهل عليك انت تشد الحاجه. طبعا انت عايز تشوف حسب التاج، عايز تشوف حسب الليست، حسب البريوريتي بتاعتها، هاي بريوريتي يعني مثلا هاي، في عندك الميديوم، في عندك اللو، كل حاجه. انت في الفري ان انت ايه تستكشف الايه البرنامج بتاعك. طيب خلصت انت كده تلغي عادي وترجع للايه الفيو بتاعتك. في كمان بس احنا كده اتكلمنا عن الكالندر، ما فيهاش كلام كتير، بس انت لو فهمت فكرة التاسكس وعرفت ازاي تستخدم الكالندر، اصبح معاك الموضوع ظاهر بشكلين، فاصبح التنقل ما بينهم ايه سهل. هنرجع لهنا. كنا هنعمل ايه؟ كنا هنتكلم عن اللي بعدها. خلصنا كده الكالندر. بالنسبة للسيتنج، باي ديفولت البرنامج السيتنج بتاعته كويسة تمام. طبعا انت بتلاقي الاكونت بتاعك، ممكن تغير الاسم، الصورة، اي حاجة. عايز تشتري البريميوم، انا معايا لحد سنتين، سنة 27. ف برضه ايه انت ممكن تستفيد منها حسب ما انت عايز، بس خلينا في الفيتشرز. هنا بتشغل الفيتشرز اللي انت محتاجها، واللي انت مش بتستخدمها كتير الغيها، ووفر مساحة لنفسك ان دنيتك ما تبقاش زحمة. عايز تضيف تمام، مش اللي انت بتستخدمه حطه. السمارت ليست اتكلمنا عنهم. النوتيفيكيشن ما فيهاش كلام كتير، ممكن تحط النغمة اللي انت عايزها. في بقى في الايميل نوتيفيكيشن دي دي ميزة بريميوم، وملهاش استخدام على المستوى الشخصي، بس ممكن مثلا نقول ان انت سكرتارية بتاع حد وبتعمل له بلاننج لليوم بتاعه، فبدل ما انت كل يوم تبعت له ريفليكشن او ريبورت بالبلان، لا عادي يعمل ايميل نوتيفيكيشن، حط الايميل بتاعه، وهو كل يوم هيتبعت له في حدود حد اقصى 50 تاسك، اللي هو ما اعتقدش حد في الدنيا بيعمل 50 مهمة في يوم واحد تمام. which is يعني make sense تمام. المهم بيبعت له ايميل على الايميل اللي انت حربته بالاكونت، كل التاسكات بتاع النهارده. يبقى انت كده فرغت دماغك وخليت كل اللي عليك ان انت ايه بترتب التاسكات بس، وكل يوم هي بتتبعت له. فانا مش محتاجها، لان انا بهتم قوي بالايميلات صراحه، وحد اقصى الايميل بتاعي برد عليه في ربع ساعه، لان انا ببقى اليرت جدا ان انا اشوف الايميلات بتاعتي اول باول. الديت والتايم ما فيهاش كلام كتير يعني. يمكن الفورمات انصحك انت تخليها سيستم ديفولت، بحيث ان انت لو عندك حاجه معينه انت بتستخدمها، انت بتحب ال 24 ساعه ل 12 ساعه، خليه سيستم ديفولت، فهي تبقى اللي انت متعود عليه، او تعمل الشكل اللي انت عايزه براحتك. الويك ستارت اون نصيحتي خليها تبدا من اول يوم شغل في الاسبوع. يعني انا هنا عندي في اندونيسيا اليوم بيبدا الاسبوع بيبدا من يوم الاثنين، يوم الاحد والسبت اجازه، الجمعه شغل. فلو انا في مصر كنت اخليه ساندي، لكن هنا انا شايف ان هو مضي ميك سنس بالنسبه لي ومريح. طيب الاديشنال كالندر، الطبيعي ان هي بتبقى نان، يعني ما بيكونش فيه كالندر زياده، بس او كالندر اللي انت عايزه يتعامل بيها يعني. ف انا شايف انا بالنسبه لي الهجري مهمه، لان انا احيانا بحط حاجات يفكرني بيها بتواريخ هجريه. يعني مثلا تعال نشوف هنا مثلا، اديك مثال. تعال التاسك ده، فلنفترض ان هو الريمايندر، نفترض ان هو الريمايندر بتاع رمضان. كلير تمام. تعال نحط ريمايندر. والله انا مش عارف رمضان امتى تمام، فانا عايز يفكرني بتاريخ ريبيت، مثلا هنقول ان رمضان يوم 31. ريبيت annually تمام. ركز، هجري ريبيت انوي تمام. فهو كل 12 شعبان. هنا قلت له ايه؟ يبقى هو مش هيفكرني بالتاريخ الميلادي، هو هيفكرني ما يعادل هذا اليوم كل سنة هجرية. فنفترض ان يوم 31 ده كان 1 رمضان تمام، فهيصبح ان هو هيفكرني كل يوم 1 رمضان من كل سنة. فدي برضو ميزة حلوة في الايه في البرنامج، ان انت لو عندك في تقويم بجانب التقويم الميلادي انت مهتم بيه يعني. في طبعا التاريخ الصيني، اليهودي، في عندك الهجري الكويتي والسعودي، ما اعرفش الفرق ما بينهم اصلا، بس في عندك 3 هجري لسبب ما. في عندك الانديان والكوريان، وفي اللي هو الفارسي البريسيان تمام. شو ويك نمبر دي خليها تظهر لك، بحيث ان انا بالنسبه لي انا بتعامل مع الشهر بتاعي بوحده، او خطتي يعني بوحده الاسبوع، لان انا شايف ان الاسبوع لا هو قليل قوي ولا هو كتير قوي، بيبقى سهل عليك ان انت تحط له خطه يعني.
فبيبقى مهم عندي ان انا اعرف انا في انهي اسبوع، في الثالث ولا في الرابع، ولا لان الشهر عندك 4 اسابيع، فمهم بالنسبه لي يعني. التايم زون دي اللي احنا اتكلمنا عنها، ان انت وانت بتختار التوقيت، يعني مثلا لما بحط الريمايندر وانا بختار الساعه واقول له بانهي توقيت زمني، فدي باي ديفولت بتبقى مقفوله. الاحسن تفتحها لو انت تحط المواعيد بتاعتك بمواعيد مختلفه ودول مختلفه وهكذا يعني. بالنسبه للسيم بحطها بالشكل اللي انت عايزه ان هو لو انت يفولو السيستم، عايز تختار سيم معين. انا شايف ان السيم ده اكتر حاجه مريحه لعينيا. الاب ايكون في فري انت تعدلها ملهاش لازمه. طبعا الفونتات وكل الكلام ده براحتك. دي انا بحب السترايك ثرو، عشان تعال اوريك مثال. مثلا تعال نشوف مثلا سيلف ليرنينج. تمام. تعال مثلا الكروس. تمام. دي حاجات انا سيلف ليرنينج انا عملتها. تمام. فاللي بيحصل يا معلم ان انا مثلا لو اخترت الشكل ده تبقى كده، ولما انا بعمل الاي بروتكشن مود ان هو بيخلي كل حاجه ابيض واسود، بيبقى صعب عليا افرق ايه التاسك اللي معمول ومش معمول. فانا شايف ان ده بالنسبه لي احسن حاجه، بحيث ان هو بيشطب على التاسك ذات نفسه. تمام. فبس ده بالنسبه لي اللي هو جزء الابيرنس. بالنسبه لمور الغي الديت ريكوجنيشن. ليه تلغيها؟ لان انا مثلا عندي في البرايفت، في مثلا عندك في البرايفت لايف ستايل، انا اوقات ببعت الغسيل بتاعي لان انا مغترب، فاحيانا ببعت الغسيل بتاعي المغسله تغسله. فلو انت كاتب تاريخ في العنوان، بيبدا ان هو يتعرف على التاريخ ده ويخلوا لك ريمايندر. انا بالنسبه لي لا، انا عايز اكتب التاريخ اللي انا سلمت فيه الغسيل، واعمل الريمايندر في الوقت اللي انا هروح استلم فيه الغسيل. فاهمني؟ فلغي الديت ريكوجنيشن. ممكن تتفعلها لو انت شايف ان هي بتمثل لك فايده من نوع ما. اليو ار ال خليها شغاله. انت لو انت حطيت لينك بيتعرف عليه بسهوله. طبعا التاسك ديفولت سيبها زي ما هي ديفولت. كده كده انت كل ما تعود نفسك انت لما تكتب تاسك تبدا تكستمايز التاسك ده على طول. الميني كالندر هي الكالندر اللي هنا دي، باي ديفولت ما بتكونش موجوده. انا شايف ان هي مفيده، لان انا احيانا مش عايز اخش على الكالندر الكبيره وعايز اتنقل لتاريخ معين اشوف كل التاسكات بتاعته. يعني انا دوست 24 ظهر لي كل الحاجات بتاع 24، 25 كل الحاجات بتاع 25 وهكذا. تمام. نرجع للبوكس. فهي الميني كالندر بالنسبه لي مفيده، يعني بستخدمها كتير. اوتوماتيك ستارت، مينيمايز، بلا بلا. طبعا انت ممكن تحط باسورد في لوك وان لوك ذا اب. في التمبلتس اللي احنا حفظناها، لو انت في تمبلت عايز تضيفه من خلال انت بتدوس على الاوبشنز بتاع التاسك نفسه. يعني انت بتخش التاسك اوبشنز، سيف از تمبلت. تمام. سيف. تلاقيه ظهر هنا وانا عملت كده ورجعت. تمام. المفروض انه يظهر. ليه متحفظش؟ ندوس على التاسك. save as a template. save. yes replace. saved. ممكن لان انا فاتح setting مثلا. setting more. تمام. يبقى هو لازم اقفل اعمل ريفرش للصفحة. طيب. عايز تمسح التمبلت انت حطيته معين مثلا، طبعا التمبلت بيظهر لك. تمام. ممكن ادوس هنا. يا مسخرين قوي كده ليه؟ في شوية حاجات طبعا البرنامج بينزلوا ابديتس وبيصلحوا حاجات كتير، بس في شوية حاجات بحسها بتعمل doesn't make sense يعني. بس هو صراحة تجربتي مع تيك تيك مفيدة جدا وغير حياتي. فاهم؟ فخلينا حتى مفيش اوبشن ان انا ادوس كليك يمين عليها. كليك يمين. وزمان نفسي اعرف احنا ليه بنقولها. ما علينا، هعملها باي دو ات ليتر. لان هي بصراحة make it make easy now. طبعا انت ممكن تعمل انتجريشن، ان انت لو عندك مثلا في تطبيق انت كنت بتستخدمه قبل كده زي نوشن، اوتلوك، كالندر الى اخره يعني، وعندك داتا عليها مش عايز تخسرها، وده كان سبب ان انت والله انت حابب التطبيق وعايز تجيله، بس في نفس الوقت مش عايز تخسر الداتا دي. تربط الاثنين ببعض والداتا بتعمل لها لودنج على طول، ما فيهاش اي حاجه. طبعا كل دي ميزات، زي مثلا عندك الاي اف تريبل تي، عندك الاكستنشن بتاع الجيميل والاوتلوك والسبارك كمان. في عندك ان انت تسبسكرايب تو اوتلوك وهكذا. اد تاسك فيها ايميل، ان انت تكتب لما يجي لك ايميل بتواريخ ومعلومات ليها علاقه بميتنج او حاجه تضاف لك كتاسك على طول. طبعا في اوبشنز كتير وفي اليكسا، بس ابل شورت كاتس هي اللي فعلا تستحق الذكر هنا والكلام فيها.
وهي ان انت ممكن تربط الابل شورت كاتس بتكتك، فيبقى الحاجات بتسمع بعض. يعني مثلا في حاجه انا مطبقها، وهي ان انا لما الويزر اب يديتكت ان في مطر بكره، ان انا هنا في مكان ممطر وبتمطر كتير قوي، فلما يبقى في مطر بكره الساعه 5 الفجر بيحط لي تاسك ان انا ما انساش معاه طفء، او ما انساش ان انا اخد معايا مظله. تمام. في كمان ممكن تحط تاسك ان انت لما تخش زون معين، طبعا الكلام ده لو انت فاتح اللوكيشن والنت شغال، بس فلنفترض انت لو دخلت مساحه جغرافيه معينه والموبايل عمل ديتكشن ان انت وصلت المكان ده، يعمل حاجه معينه. يعني مثلا فلنفترض ان انت لما توصل الشغل، او مثلا لما توصل مكان قريب من بيتك معين، يبعت ايميل لمراتك، او يبعت رساله واتساب لزوجتك يعرفها ان انت والله داخل في السكه، وتبدا تجهز لك وتساعدك يعني. كولابوريشن اللي هي اللي انت تعمل شيرد ليست، زي ما احنا اتفقنا انه يبقى كذا يوزر ليه اكسس عليها، انت وحد تاني عنده اكونت تاني. اقفل الاوتو اكسبت، لان صدقني لو حد عرف الايميل بتاعك في ناس كتير بتبقى مريضة وبيبدأ ان هو يعمل لك سبام، والموضوع بقى مزعج يعني، فالاحسن يقفلها. لو انت في ليست بقى اوريدي عايز يعمل لك نوتيفيكيشن بالكومبليتد والاندو تاسك، ولا بالتاسك والنوت، ولا لو حد ضافها يعني حد يعمل ديليت موف وهكذا يعني. فممكن تفعل كذا واحدة، ممكن تلغيهم كلهم. طبعا انا الغيهم لان احيانا بخش بروجكتات مع ناس ومش عايز يفكرني غير بحاجات معينه، فالغيهم واخش اشغلهم انا اول باول. ستيكي نوت انا شايف ان مالهاش لازمه صراحه. تمام، يعني ممكن نسكيب دي لو انت حابب تنفستيجيت في الفري يعني. ديسكتوب ويدجت برضو شايف ان الويدجتس عموما في الديسكتوب ملهاش لازمه. في الموبايل بتبقى جامده، ومش الديسك مش الويدجت بس بتاع تيك تيك يعني. الفكره مش في تيك تيك، الفكره في الويدجتس نفسها في الديسكتوب، لان الديسكتوب انا مش حاجه دايما في ايدي، فمش الويدجت ملهاش لازمه. انا لما بفتح اعمل حاجه معينه، فعلى الموبايل بتبقى مفيده فعلا. الشورت كاتس انا شايف ان انت تفتح تبص عليها بصه وتتعود عليها. طبعا هي اغلب نفس الشورت كاتس، كنترول اس ان انت تعمل سينك او سيف، كانسل اسكيب اخره، اندو كنترول زي نفس الشورت كاتس اللي موجوده في كيبورد شورت كاتس في اي برنامج او في ويندوز عموما. بس بص عليها بحيث ان انت مثلا ممكن يبقى في شورت كات جديد عليك ويسهل عليك حياتك يعني. طبعا في حاجات كاستمايزابل وحاجات لا. طبعا ده ان كاستمايزابل، في حاجات مثلا كاستمايزابل تدوس عليها تغيرها طبعا، ممكن ترجع الديفولت. الشرح ده كان على الفيرجن 8.2. تمام، من تك تك. لو نزل كل ما بينزل ابديت طبعا في اوبشنز كتيره، في باجز بتتصلح، واتمنى فكره ان التمبلت يصلحوها بليز، ان انا ممكن اتمنى ان انا اقدر ادوس رايت كليك عليها، لان فيها فعلا مستفزه. بس ما علينا. اخر ابديت نزل ضافوا فيه ميزه اي اي، ان انت طبعا اي حاجه دلوقتي عن الاي اي، واتمنى ان الاوبشن قصه الفقاعه بتاع الاي دي تخلص. في اوبشن الاي اي ان هو بيعمل لك سجست تاسك، ان هو بيانلايز يشوف والله التاسكات اللي انت ضفتها مؤخرا، الحاجات اللي كانت عليك وانت اتاخرت فيها، الحاجات اللي بقالها كتير انت ما اشتغلت عليها بس ما كملتهاش، الحاجات اللي جايه في الطريق. فبيبدأ ان هو نوعا ما بيبص كده بصه، بيشوف ايه تصنيفات التاسكات اللي انت ممكن تكون مهتم ان انت تعملها. طيب في حاله ان انت يومك فاضي وعندك تاسكات كتير انت مش عارف تبدأ مين فيهم، فهو بيقترح عليك حاجات يعني تشتغل منها مفيده. نوعا ما هستخدمها انا لا، لان انا بصراحه مش حاسس هي جديده، فانا مش متعود عليها، فممكن ما اعرفش فايدتها قوي. بس بالنسبه لي انا كده كده متعود ان انا بحط التاسكات بتاعتي بمواعيدها، او لو مش هحط ميعاد فهي بالنسبه لي مش مهمه ومش اولويه. طيب ده بالنسبه لي الكالندر احنا خلصناها. كده احنا خلصنا السيتنج وعرفنا كل حاجه فيها. نخش بقى على اليوز كيس ونختتم الفيديو بتاعنا. طيب بالنسبه لليوسج كيس والتيبس اند تريكس، تعالى نتكلم انا بستخدم التطبيق بتاعنا ده ازاي. طيب انا في يومي كل اللي بعمله كام، تعالى نبدا من بدايه اليوم لحد نهايته. انا ببدا اليوم الصبح بفتح توداي، اشوف ايه اللي عندي، والله سواء كانت حاجه متاخر فيها، حاجه بتاع النهارده اصلا، وبشوف لو انا هقدر اعمل الحاجات دي النهارده، او عايز اغير ميعاد. لو انا مثلا اغير ميعاد مثلا بتاع تيك تيك كورس مثلا، عايز اخليه والله يوم يفكرني يوم 30، انا مش هعمله. تمام. لا خلاص انا عايز احتفظ هكذا يعني. فانت بتخش تعدل فيها ايه براحتك يعني. تمام. خلاص عرفت ايه اللي انا مهتم بيه النهارده، او ممكن عايز اغير يعني الحاجه دي كانت بالنسبه لي البريوريتي بتاعتها عاليه،
انا بالنسبه لي النهارده البريوريتي بتاعتها مختلفه يعني مثلا، تمام. فببدا اظبط اليوم، احط الخطه بتاعته ايه اللي هعمله في مواعيد معينه، حاجات هلغيها، حاجات اغيرها الى اخره يعني، وبعرف ايه اللي عندي. ببدأ إن أنا أمشي على التاسكات دي على مدار اليوم وأخلص حاجتي، تمام. لو جالي في وسط اليوم مثلا تاسك أو مهمة أو حاجة أنا عايز أضيفها، باجي أضيفها في الإنبوكس، مش بضيفها في مكانها. ليه؟ لأن أنا عايز أعود إيدي إن أنا أروح لنفس المكان كل مرة، وما أقعدش إن أنا أحط منتال باور إن أنا أقعد كل شوية أظبط الحاجة. لا، أنا على مدار اليوم في العادي بكتب في إنبوكس، وبفضي دماغي ومش بهتم أوي بالبروف ريدنج أو بالإملاء والكلام ده. بكتب كلام سريع مثلا، فلنقل مثلا هضيف تاسك والله meeting with مستر عريف، تمام والله تمام. لا خلاص، عندي meeting with مستر عريف، بخش عليه بكتب والله Sunday 4 بي ام. خلاص انا باجي اخر اليوم بفلتر، بقول والله ان انا هاجي يوم Sunday 4 بي ام، والميتنج ده مهم بالنسبه لي، بظبط الكلام، بحط الدنيا وبقفل الكلام ده امتى؟ اخر اليوم. فانا على مدار اليوم ببدا ان انا ايه، بفضي دماغي بشكل سريع زي كده. باجي اخر اليوم بقى ان انا بشوف، بيبقى عندي الانبوكس ده فيه تاسكات كتير، طبعا بيبقى مثلا 5 6 تاسكات بالكتير يعني، اتمنى ما يكونش اكتر من كده، ده معناه ان انا مأجل حاجات كتير. باجي ان انا بعمل ايه، بقفل التاسك وبكتبه وبنسقه، وبعد ما انسقه بعمل عليه كليك يمين، رايت كليك، موف تو، بوديه المكان بقى بتاعه. ببدا ان انا ايه، افلتر الحاجات. بس قبل ما تفلتر اتاكد انت قفلت التاسك وكتبت كل حاجه فيه انت عايز تكتبها، او عملت الريمايندر وحطيت البريوريتي وعملت كل حاجه، بحيث ان انت ايه، مش كل شويه تدور على التاسكات والله انك رحت فين وجيت منين. خلاص انت قفلت وعملت كل حاجه، بتوديه مكان. وكان الله بالسر سميع عليم. بختار والله اوديه اكاديميكس انهي سيكشن، تمام. لو انت ركزت في الهيراركي وفهمتها، لو انت اخترت الاكاديميكس على طول هيحطك في اول ليست هناك. طيب، ده بالنسبه لليوزج سيناريو بتاعي، ان انا يومي بيمر ان انا بخش توداي على مدار اليوم، بحطه في الانبوكس. اخر النهار ببدا ان انا ايه، اخر النهار ببدا ان انا اشوف من الانبوكس بتاعي واظبط الدنيا. طبعا في بقى حاجات مش بتحصل يوميا، وهي ان انا كل اسبوع يوم الجمعه ببص كده على الكالندر بتاعتي. بس اغلب الوقت ما بشتغلش من الكالندر، لان الكالندر نوعا ما مفيدة في إن أنت تشوف الحاجات اللي فاتت. إن أنت لما بتيجي تعمل فوكس تايم بيبدأ إنه يحسب لك الحاجات دي اشتغلت فيها من إمتى لإمتى، فبيبقى نوعا ما عندك فكرة إيه اللي حصل. لكن في اللي جاي لو أنت ما كنتش حاطط لها ديوريشن أو مش محدد الوقت اللي أنت هتشتغل فيها من إمتى لإمتى، بتظهر لك بس كتاج فوق خالص في بداية اليوم، فمش مفيدة أوي. ببدأ إن أنا كل جمعة بخش على النكست 7 دايز، وببدأ إن أنا إيه أكستمايز منها يعني. في يوم مثلا زحمة عندي ببدأ إن أنا أخففه، في يوم خفيف ببدأ إن أنا اللي من الأيام الزحمة عليه، في تاسكات أنا عايز أغير ميعادها وهكذا يعني. في حتة مهمة أوي وناس ناس كتيرة بتهملها، وهي الستاتستكس، الإحصاءات. طيب أنت استخدمت تيك توك وبقالك مثلا 3 4 شهور أو سنة بتستخدمه، ايه اللي بيحصل؟ ان البرنامج بيجمع عنك داتا بقى من الفوكس تايم، من الكومبليشن، كل بيجمع داتا باشكال مختلفه، تمام. الداتا دي انا فعلا عايز اقول لك، انت بتعرف عن نفسك حاجات انت ما كنتش عارفها. زي يعني مثلا نروح للفوكس. انا كل ما بشتغل على بروجكت بشغل الفوكس تايم، تمام. تعالى مثلا نختار المانث. طيب انا الشهر ده عملت فوكس 76 ساعه، تمام. ال 76 ساعه دول 50 ساعه منهم اكاديميكس، حاجات لها علاقه بالدراسه، و8 ساعات سيلف ليرنينج اللي هي الدراسة اللي أنا حاططها لنفسي، كورسات وهكذا يعني، مش حاجة لها علاقة بالجامعة. 6 ساعات برايفت لايف ستايل، حاجات لها علاقة بحياتي الشخصية. 4 ساعات شغل، 3 ساعات كونتنت إلى آخره. فهبدأ إن أنا أبص بصة كده، أقول والله أنا مقصر في المكان الفلاني أكتر من فلان المكان الفلاني، محتاج إن أنا أستثمر أكتر في كذا. يعني مثلا أنا كنت بصيت بصة الأسبوع اللي فات، كان اليوتيوب بتاعي الكونتنت كريشن انا مش عامل فيه اي حاجه، فادرى يعني. طبعا مش محتاج ان انا ابص هنا عشان ادرك، انا بقالي شهور ما عملتش فيديوهات. بس الفكره ان هو ايه، بيديك فكره، بيديك لمحه عن ايه الحاجات اللي انت مقصر فيها والحاجات اللي انت مش مقصر. الفوكس ريكورد، ايه الفوكس بتاعك طبعا بالشكل ده. بس انا عمال مش بستفيد منها قوي، بستفيد بس من دي. في بقى الترندز، ودي مهمه مهمه. عشان استفيد منها محتاج على الاقل 3 شهور. 3 شهور استخدام تكتيك والتزام معاه عشان تبدا تاخد منها ارقام تفيدك. طب ايه الارقام اللي بتفيدني؟ انت لما بتيجي تحط خطه يوميه، تمام. اغلب الناس لما بتبدا فكره ان هو خطه سنويه جديده، او يبدا ان هو يلتزم ويشتغل في سكه البرودكتيفيتي وهكذا،
بيبقى عنده خطأ ان هو بيزحم الدنيا وبيتمنى يبقى تنين مجنح ويلا نبدأ بقى نحسن كل حاجة في حياتنا، وغالبا ما بيقدرش يعمل ده وبيحبط وبينتهي بقى الموضوع، بيبدأ يرجع لعوايده القديمة. طيب، ده حصل ليه؟ ده حصل لأن هو أصلا كان مش واقعي أو مش رياليستيك في الخطة اللي هو حطها لنفسه. طب إيه الحل؟ الحل إن أنت تخش تجمع من الستاتستكس دي وتفهم ايه القدرات بتاعتك، ايه الكابابيلتيز بتاعتك، انت تقدر تركز قد ايه. لو انا اخترت مثلا يير سنة 2025، كان المتوسط بتاعي حوالي 3 ساعات. تمام. المتوسط قليل قوي لان انا في شهر مايو، للاسف كانت دي الفترة انا بسافر فيها، فما كانش كان يومي زحمة، ما كانش عندي وقت ان انا اعمل اي حاجة، حتى رقمت حاجات كتير. بس فلنفترض ان دي الداتا، طبعا انت بتبقى فاهم ايه اللي حصل، فبتبقى قادر تقيم هل الداتا دي مفيدة ليك ولا واقعية، طب هي لا، يعني انت بتقيم الوضع يعني. المهم انت من هنا تبدا ان انت تفهم حاجتين. اول حاجه بتبدا تشوف الافريج، انت الحد الاقصى بتاعك ايه. انا الحد الاقصى بتاعي كان 3 ساعات ونص، ده الطبيعي، او 3 ساعات فلنفترض. فانا لما اجي احط تاسكات لنفسي في اليوم، هل منطقي ان انا احط تاسكات تخلص في 6 ساعات؟ لا، مش هقدر اكملها. انا ممكن اشتغل 6 ساعات، ممكن اشتغل 7 لو في حاجه زحمه، فاهم، حاجه يعني حاجه فعلا مهمه ومش ما ينفعش اجلها. لكن هل اقدر اعمل ده يوميا؟ هل ده ينفع يبقى ده خطه واقعيه؟ لا. الطبيعي ان انا احط خطه واقعيه لتاسك يخلص في 3 ساعات. فلما احط تاسكات لنفسي ابص بصه كده، هل التاسكين دول يخلصوا في 3 ساعات؟ لا. فانا التاسك ده طبعا، لان ده تاسك اصلا كان امبارح وده من يوم 20، فهو مالهمش دعوه ببعض يعني. بس فلنفترض ان احنا تعالى يوم 24 يناير، عندي والله الفيديو بتاع الدحيح اللي انا بعمله بصراحه ان هم انترتينمنت. ف والانترفيو، تمام. فالانترفيو هتاخد مني ساعه ساعتين، فانا مو عندي مساحه ان انا احط كمان تاسك. فاصبح ان انا ايه، لما احط تاسكات ما احطش تاسكات تايم كونسيومينج كتير ورا بعض، فان انا ما اقدرش اكملهم وينتهي بيا الامر ان انا ايه، ما اعملش حاجه. فانت بتعرف الليميتس بتاعتك من هنا. طب بالنسبه ايه كمان ممكن يفيدك في التايم لاين والموست فوكس تايم، الاثنين بيدوك نفس الفايده. تمام. الشكل اللي انت قادر تفهمه او اللي انت سواء الفيرتيكال او اللي هو الكولمز دي، الانسب ليك تتعامل معاه. دي فايدتها في ايه؟ بيقول لك الساعه المعينه من اليوم، ايه اللي انت بتشتغل فيه اغلب الوقت. شايف انا اغلب الوقت يا اما نايم بالليل او في بدايه النهار، لكن اغلب الوقت بشتغل من الساعه 8 للساعة 4. تمام. والاوبتيمال قوي من 12 ل 4. فلما انا احط لنفسي تاسك مهم، انا اللي حاطه طبعا، مش ميتنج، مش بقول لهم يا جماعه اللي اعملوا لي ميتنج في الساعه دي لان دي الوحيده اللي انا بشتغل فيها، ده خليك واقعي يعني. احنا بنتكلم في حاله انت بتحط لنفسك تاسك. لما احب احط لنفسي تاسك تقيل، لازم يكون حد اقصى 3 ساعات، في نفس الوقت في الرينج من 12 ل 4. ده الوقت اللي انا فعلا ممكن انتج فيه انتاج احسن حاجه. فاصبح ان انت ايه، بتوفر نفسك الظروف ان انت تنتج احسن انتاج. طيب، بالنسبة بقى للشكل السنوي ده، لو انت اشتغلت على جيت هاب فده هيبقى فاميليار ليك قوي. باختصار، كل ما اللون كان اغمق، تمام، طبعا حسب السيم اللي انت بتستخدمه بس ما علينا، كل ما اللون كان اغمق كل ما معناه ان انت اليوم ده ركزت اكتر. يعني مثلا انت عندك هنا 6 ساعات، عندك هنا مثلا في اليوم ده كان 0 منت، فاهم. فكل ما كان اللون اغمق كل ما انت ركزت اكتر. انت ممكن تبص على الشهور وتشوف ايه الشهور اللي انت كنت قادر تركز فيها قوي والشهور اللي ما كنتش قادر تركز فيها قوي، وتسأل نفسك سؤال واي، ليه ده حصل. تمام. فمثلا لو جينا هنا غالبا ده مايو. مايو فعلا. مايو انا عشان كنت مسافر فمالهاش دعوه بالشهر قوي على قد ما كان ليها دعوه بحدث معين حصل في الشهر ده. فدي داتا مش مهمه قوي. تمام. امتى تكون مهمه؟ لو انا مثلا بصيت على شهر نوفمبر. نوفمبر. تعال نشوف نوفمبر. نوفمبر دايما عندي زحمه. ليه؟ لان انا في شهر نوفمبر بيبقى عندك امتحانات الميد تيرم. ولو جيت مثلا على شهر يناير تلاقي برضه زحمه. ليه؟ لان انا عندي امتحانات الفاينل. طب لو بصيت مثلا على فبراير بيبقى فاضي شويه. ليه؟ لان انا في الفتره دي ببقى خلاص دي اجازه السمستر الاول او الترم الاول، وبجي بس اجازه بقى عقبال ايه ما يبدا الترم التاني في نص فبراير. فاصبح ان انا عندي فكره ان انا ايه المساحه. طبعا انت الارقام دي مش ثابته عندك، يعني انت دي فكرتها ان انت بتجمع داتا عشان تبدا تشوف الارقام بالنسبه لك. بس خلينا نتكلم عن حالتي انا. خلاص انا فهمت ان انا لما احب احط لنفسي خطه كبيره، تمام، خلاص انا في كورس معين فنفترض ان هو والله كان راح فين، توداي في كورس اس كيو ال انا شغال عليه حاليا. والله انا كنت حاطه من شهر 12 اللي فات، بس لان انا مدرك ان انا داخل في يناير على فتره زحمه،
فما حطيتوش في يناير. حطيته امتى؟ والله قررت ان انا احطه في اواخر يناير، وهكمل فيه لحد ما ينتهي، لحد ما تنتهي اجازه ايه فبراير، اللي هي الاجازه بتاع الترم الاول. فانا هنا استفدت ان انا بقيت واقعي، ادركت التاسك بتاعي بياخد مني وقت قد ايه، 3 ساعات، فحطيته في الفتره دي، وحطيته في الفتره الزمنيه اللي هي الشهر، اللي انا عارف ان انا احتماليه ان انا يكون عندي وقت اخلص فيه التاسك عاليه. تمام. دي برضو شويه دي تريكس برضو ممكن تستفيد منها. ده بالنسبه للفوكس. بالنسبه بقى للتاسكات نفسها، تعالى مثلا نعمل ويكلي. تمام. this week مثلا، ماشي. This week أنا عندي تاسكات عملت منهم 46% فقط. تمام. فنص، أقل من نص التاسكات بتاعتي أنا ما عملته، والباقي أنا ما عملتوش. فده بينديكيت إن أنا الأداء بتاعي مش أحسن حاجة، لأن مقارنة مثلا بالأسبوع اللي فات أنا عملت 100% من التاسكات، الأسبوع اللي قبله عمل 100%، وهكذا. فأصبح إن أنا عندي الأسبوع ده this week ده اقل اداء عندي. طب ليه اقل اداء؟ تعال نبص بصه. والله انا عملت 3 كانوا متاخرين عليا، عملت 3 في وقتهم، صفر ما عملتوش ليه علاقه يعني undated، يعني الحاجه دي ما كانش ليها تاريخ، انت مش حاطط لها ريمايندر، وعملتها وما عملتهاش، مفيش حاجه بتنطبق عليها الشروط دول. بس في 7 ما عملتهمش. تمام. انت طبعا بقى بتخش تشوف طب ايه ال7 اللي ما عملتهمش دول، طب ايه ظروفهم، مش عارف ايه، طب ازاي يعني تكومنسيت او ازاي تصلح العيب اللي حصل معاك ده او المشكله اللي حصل معاك دي. فنوعا ما بتديك فكره انت ادائك عامل ايه الفتره اللي فاتت. طيب، بالنسبه بقى للجزء ده برضو بيديك فكره زي توزيع التاسكات. انت عامل 6 تاسكات تمام. ال6 دول في منهم 3 اكاديميك، واحد انترتينمنت، واحد برايفت لايف ستايل، واحد سيلف ليرنينج. تمام. فانت برضو بتشوف ايه الحته من حياتك اللي انت حاطط فيها ثقل كبير، او حاطط فيها استثمار كتير، وايه اللي انت محتاج تزود استثمار فيه، ولو في حاجه انت مديها اكتر من حقها محتاج تقلل. تمام. وخلينا برضو نرجع لنقطه حلوه. طبعا احنا خلصنا التاسكات، في نقطه حلوه هنا، وهي الفوكس تايم. الفوكس تايم الداتا بتاعته بتيجي منين؟ بتيجي من ان انا زي ما احنا اتفقنا، لما باجي اعمل تاسك مثلا ممكن ابدا ستارت فوكس، وبعد ما اخلص او مثلا اثناء ما هو شغال اختار التاسك، مثلا اختار التاسك، فهو بيبدا يحسب ان الوقت ده من ضمن التركيز بتاع التاسك. طبعا انليميتد بقى. في عندك البرومودورو، وفكره ان انت في عندك فكره البرومودورو، وان انت تعمل 75 دقيقه، تعمل 25. بس انا ما بحبوش لان هو بيديني ليميت وقت معين، ولما بيخلص بيفصلني، فاهم؟ هو بيديك ريمايندر انت خلاص خلصت البرومودورو، روح ريلاكس. طبعا لو انت بتستخدم برومودورو تكنيك ومفيد ليك وشغال معاك تمام. انا بالنسبه لي بحب ان انا ابدا حاجه ما اقعدش الا لما اخلصها، لان انا لو فصلت ورجعت هحس ان انا تايه، فاهم؟ فبالنسبه لي ان انا ابدا حاجه واخلصها حتى لو 3 4 ساعات ورا بعض، احسن من ان انا اعمل 75 دقيقه وافصل ربع ساعه وهكذا يعني. الفوكس ما بيحسبش وقت اقل من 25 من 5 دقايق. فلو انت عملت فوكس 4 ثواني ولا 3 4 دقايق، حتى لو 4 دقايق و59 ثانيه مش هيحسبهم لك. فانت بتعمل فوكس 5 دقايق فما فوق، يعني هو بيبدا ان هو يحسب لك فما فوق، بيظهرهم لك هنا في الريكورد، وبيجمع الارقام دي وبيظهرها لك. في نصيحه، خليك امين مع نفسك. طب يعني ايه خليك امين مع نفسك؟ ما تحطش تاسكات وتعمل عليها تشيك وانت ما عملتهاش. ما تحسبش تايم انت ما عملتوش او ما اشتغلتش فيه عشان بس تحس بنوع من الرضا. طب ليه؟ طب هو اصلا الهدف من البرنامج انه يساعدك تنظم حياتك، ان انت تزيف الارقام. هتيجي انت في النهايه تلاقي الاحصاءات دي مش واقعيه، مش بتعكس فعلا حقيقتك، فمش قادر تطلع بحقيقتها. افرض انت مثلا، انا كل يوم اصحى الصبح بشغل التايمر 5 ساعات كده عقبال ما ايه افطر واعمل، ما بشتغلش انا 5 ساعات كده على الفاضي. هل كنت اعرف ان انا الحد الاقصى بتاعي 3 ساعات؟ انا اعرف ناس الحد الاقصى بتاعها 4 على فكره، واربعه وخمسه، وما شاء الله يعني الكباسيتي بتاعتهم عاليه. بس خلاص انا عرفت الكباسيتي بتاعتي، وساعدتني ان انا انظم يومي. انت لو زيفت الارقام او زيفت الاحصاءات، هتطلع معاك بنتيجه ان انت مش هتفيدك. تمام. ولو انت عايز تفليكس على الناس، ما انت مش محتاج تفليكس، فاهم؟ فبس دي كانت نصيحتي الذهبية، إن أنت يعني خليك صادق مع نفسك. حاول أنت تمينيمايز، ما تزودش الحمل عليك، خليك دايما مركز على الحاجات اللي أنت بتستخدمها، حتى لو الحاجة التانية دي مفيدة وأنت بتستخدمها قليل، اخفيها أو ما تظهرهاش قدامك عشان ما تسحملكش الدنيا. ولما تحتاجها اظهرها. أنت كده كده الموضوع بتقدر تشغله وتقفله في أي وقت. تمام. ده بالنسبة للنصائح بالنسبة اللي هو فكرة الأمانة مع الذات.
نصيحة أخيرة قبل ما أقفل تمام وأنهي الفيديو. أنا السيستم بتاعي ده ما عملتوش في يوم وليلة، يعني كايكو سيستم أنا ما عملتوش في يوم وليلة ولا في شهر ولا في شهرين أعتقد، يعني على ما أتذكر أنا وصلت للشكل النهائي ده قبل مثلا نهاية 2025 بتلات أربع شهور، يعني مثلا لحد يونيو اللي فات، يعني لحد شهر يونيو ما كنتش لسه وصلت للشكل ده. واعتقد ان في المستقبل بنسبه كبيره هعدل عليه واصلح حاجات، لان انا بحط على حسب ايه اللي انا محتاجه وايه اللي مناسب ليا. يعني مثلا ما كنتش حاطط حاجه ليها علاقه بالشغل، لان انا ما كنتش بشتغل، ما كانش عندي اوفيشال ورك يعني، اوكي، ما كنتش محتاجها فما كنتش ضايفها، لكن دلوقتي انا محتاجها فضفتها. فاللي انا عايز اقوله لك، ما تحاولش ان انت تعمل سيستم متكامل من اول ما تفتح البرنامج، لان الموضوع فعلا بياخد وقت كتير. وما تخليش تنظيم الوقت ياخد وقت اكتر من الشغل اللي انت عايز بتنظم عشانه، فاصبح ان تنظيم الوقت هو عبء اكتر منه ايه حاجه بتفيدك ان انت تحسن حياتك يعني. فبدل ما تبدا ان انت تبدا تبني العربيه من اول الكاوتش، تروح للشاسيه وبعدين تحط الموتور وتقعد وقت كتير، الاحسن لا، ابدا بسكوتر، ابدا بحاجه تقدر تستخدمها، بعدين اعمل لموتور، بعدين اوصل لعربيه، بعدين طياره. فالشاهد من المثال الغريب ده ان انت بتبدا السيستم بتاعك بحاجه يوزابل، حاجه بسيطه يوزابل. حتى انا كنت بادئ بالاكاديميك والاكسترا كوريكولار والسيلف ليرنينج، بس انا كنت بادئ البرنامج بتاعي بالثلاثه دول. بعدين بدأت إن أنا والله ضفت اللايف ستايل، برايفت لايف ستايل، وبعدين شلتها لما لقيت إن هي مش ريلاتيف أوي بالنسبة لي، أو ريليفنت أوي بالنسبة لي. وبعدين لا رجعتها تاني وهكذا. فأنا وبعدين كنت لاغي الانترتينمنت لأن أنا مش عايز أتراك المتعة لأن هي وقت ضايع. وبعدين رجعتها تاني عشان البودكاست، ما كنتش عايز أعتبرها سيلف ليرنينج، ده بالنسبة لي البودكاست بعتبرها ترفيه اكتر منها رحله تعليميه. بستفيد عشان كده بحسبها فوكس تايم، بس مش كورس، مش ديتا او معلومات معينه انت بتطلع بيها. هي الموضوع ممكن يعني مثلا اوريك بودكاستات مثلا. شايف البودكاست ده انا طالع منه بس بثلاث معلومات دول، انتهى الموضوع. فاهم؟ في بودكاست تاني مثلا زي ده طالع منه معلومتين دول بس. في بودكاست، فاهم؟ فهي البودكاست مش بالضروره تطلع منها معلومات. يعني في بودكاستات ما بتطلعش منها معلومات اساسا، اغلب المعلومات اللي فيها يا اما عارفها يا اما مش بتقدم لي فايده، او مش متعلقه بيا، مش هتفيدني انا. تمام. فبس زي ما قلت لك يعني، ادي نفسك مساحة ان انت تعمل حاجة بسيطة في الاول تشغلك، خلص استفيد منها، جات لك فكرة، جات لك حاجة تطبقها، اعمل عدل براحتك يعني. في الفري ان انت الكستمايز ممكن امسح حاجة واضيفها دلوقتي. تمام، انا ممكن اعمل ليست حاليا، لا تمام، عملت ليست، فممكن اعمل حاجه جديده واضيف براحتك يعني. في الفري ان انت في اي وقت وتمسح ليست وتغير ليست وتنقل حاجه من ليست للتانيه في الفري. بس حاول دايما انت تكون منظم، حاول دايما انت تكتب اسامي حقيقيه وتخليك منظم في الكتابه جوه الليست. ليه؟ لان فعلا انا حقيقي استفدت من الموضوع ده كتير. ان انا مثلا لما احب ابحث عن حاجه، يعني مثلا لو رجعنا او اس، تمام، خلاص على طول بريبريشن، وصلت للي انا عايز اوصله. دي امتحانات الفاينل بتاعتي والمعلومات بتاع كل ما اخلص امتحان كنت بكتب الدرجة وهكذا الى اخره. وكنت بكتب معلومات، يعني مثلا لو جينا للاناتومي كنت بكتب مرحوم انه طبعا وانا بذاكر دي مش كل محتوى المادة، بس وانا بذاكر كنت بكتب المعلومات المهمة او شوية شورت نوتس كده، بحيث ان أنا قبل ما اخش اللجنة اراجعها. فالحاجات المنظمة دي بتخليك ان انت ترجع في اي وقت وتقدر ان انت ايه تت... ترجع في اي وقت وتقدر انت توصل للداتا وتستفيد منها. حاجه يوزابل، حاجه فعلا يوزابل. تمام. فبس ده اللي انا عايز اقوله لك، خليك منظم، منسق، صادق مع نفسك، واعي ان مش كل حاجه بتظهر في يوم وضحاها. ما تحبطش من الارقام. يعني لو انا مثلا جيت هنا، اعتقد ان ديسمبر تمام كده مانث يير، اعتقد ان ديسمبر اللي فات كانت الارقام بتاعتي فيه سيئه جدا. يعني مثلا بص تعال نشوف ديسمبر، مفيش، ما كنتش شغال في ديسمبر خالص. هل انا بقى قلت خلاص احبطت وقلت مش هدي بقى فوكس وانتهى الموضوع؟ لا عادي، في شهور عندي مثلا زي نوفمبر زحمه قوي. في مثلا نوفمبر 2025 كان عندي زحمه جدا، في شهور فاضيه. تمام. فهي انت حياتك مش ماشيه خط واحد دايما برودكتيفيتي. في ايام محتاج راحه، في بص مثلا اليوم ده
انا عامل كام؟ عامل 8 ساعات. جيت اليوم اللي بعده مفيش، خلاص 3 4 ايام مش عايز اعمل حاجه تانية في حياتي، فاهم؟ فانت بتتقبل ضعفك، بتبقى صادق مع نفسك، رياليستيك في اهدافك، داتا دريفن، او ان انت بتعتمد على الارقام اللي بتطلع لك دي ان انت تاخد فعلا الديسيجنز. ما تخليش كل حاجه بالنسبه لك ان هي تكون ما تخليش كل حاجه بالنسبه لك هاي بريوريتي. ما لو كل حاجه هاي بريوريتي، طب ايه اللي هو مش ايه اللي هو ملوش لازمه؟ تمام. فخليك صادق مع نفسك، يعني اسال نفسك السؤال ده: هل هي هامه وعاجله، ولا انهي هي تحت انهي كاتيجوري؟ ولو هي وتختار بقى البريوريتي بتاعتها حسب الكاتيجوري دي. لو انت مش عارف تعملها كده بلايندلي ان هو جاست باي كيلر، طبعا ممكن تفعل ايزنهاور ماتريكس وتشتغل بيها على طول. ف بس اتمنى ان الفيديو ده ما يكونش طويل قوي يعني وازعجكم. هو فعلا طويل، بس انا حاولت اغطي الحاجات اللي فعلا هتفرق معاك كمستخدم للتيك تك. وبس كده، ما تنساش تدعي.